قبل ما نبدأ عاوزين نصلي للحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وديت بقى حكاية رينتارو، حكاية رايقة من الآخر، فعاوزك تتحمس كده معايا لأنك هتشوفها عظمة بجد. وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة لو أول مرة تشوفنا. وكالعادة في شخصية أنمي محطوطة في الفيديو دوت، فلو لقيتها بكتب لنا في التعليقات لقيتها في الثانية الكام. وبس كده كلام ويلا بينا نبدأ. بتبدا قصتنا بقى يا معلم، وبنشوف واد صغير كده وهو ماشي وسط مخيمات لناس متصابه وطالع عينيهم حرفيا. وبنشوف كمان المدينه اللي هم فيها واللي بتكون متدمره على الاخر والخراب في كل مكان فيها. وبنعرف ان العالم دوت فيه فيروس بيحول الناس لوحوش، وان الوحوش هم السبب في الدمار دوت. ووقتها الناس بيشوفوا طيارات بتعدي من فوقهم وبيبداوا انهم يخافوا لان الطيارات ديت بتتدمر. وبنلاقي بعدها وحش كبير جدا ظهر وبيكون هو اللي دمر الطيارات ديت، والناس بيخافوا منه. ولكن مجموعه كده بتتدخل وبتضرب النار على الوحش دوت، وبيقدروا انهم يوقعوه على الناس واللي بيبداوا يهربوا عشان الوحش هيقع عليهم. وبيكونوا بيشوطوا الواد الصغير دوت زي الكوره. وبعد 10 سنين من الحادث دوت بنشوف بطلنا، هو بيكون هو نفس الواد الصغير اللي كان بيتشاط زي الكوره من شويه. وبيكون رايح لمكان كده وبيوري الناس الموجودين بتاعته عشان يقبلوا يدخلوه. ولكن الراجل بيقول له انت شكلك صغير يا ابني، انت ازاي هتعرف تساعدنا؟ فبطلنا بياخد منه البطاقه بتاعته وبيقول له عرفني ايه المشكله بس واساعدكم. فبيقول له الراجل تمام. وبيعرفوا ان في ناس شاكين ان في وحش في المنطقه وانهم لقوا اثار دم في الطابق الرابع، عشان كده طلبوا مساعدته. فبيقول له بطلنا انه هيتصرف. وبعدها بيسالوا الراجل عن شركته وان المنظمه بتاعتهم بتبعت شخصين مع بعض. فبيفتكر بطلنا اللي حصل وانه وقع شركته وهو جاي في السكه وما استناهاش حتى. فبيقول له جرى ايه يا عم، انا لوحدي كفايه للمهمه ديت، مش محتاج شركاء. ولما بيوصلوا لعند بقيه الجنود بيعرفوا ان في 2 من الجنود دخلوا وما استنوش وصول حد من المنظمه. فالراجل بيتعصب عليهم، ولكن بطلنا بيجهز نفسه وبيقول انه يقتحم المكان. وفعلا بيكسر الباب وبيدخل بعدها، ولكنه بيتصدم لانه بيلاقي الجنديين مفشوخين فعليا. وبيلاقي شخص تاني واقف معاهم وبيقول لبطلنا انه اتاخر جدا. فبطلنا بيقول له انت معانا في المنظمه ولا ايه؟ فبيقول له لا يا عم، ده انا اللي فشخت الاتنين دولت. فبطلنا بيتعصب جدا وقتها وبيجي يهاجم على الشخص دوت، ولكنه بيصد ضربته وبيردها له. ولكن بطلنا بيهجم عليه مره تانية، بس ولا ضربه من بطلنا بتاثر فيه. وبيجي مد البطلنا رجل بترشاه في الحيطه. ووقتها بيجي للشخص ده مكالمه والجنود بيدخلوا ورا بطلنا لانه اتاخر جدا، ولكن الشخص ده بيخلص عليهم. فبطلنا بيقوم تاني وقتها وبيهجم على الشخص ده وبيجي مديله رجل بتخلي راسه تلف حرفيا، والمفروض كده يكون خلص عليه يعني. بس الشخص ده بيعدل راسه وكأن مفيش حاجه حصلت وبيكمل مكالمته بكل شياكه. وبعدها بيقول لبطلنا انه جامد لانه عرف يضربه، وبيقول له انه هيقابله مره تانية. وبيكون هيمشي فبطلنا بيساله هو مين. فبيقول له ان الشخص اللي هيدمر العالم ومحدش هيوقفه عن كده. وبيهرب بعدها وسط صدمه بطلنا. وبيوصل بعدها الجنود وبيسال الشخص ده بطلنا عن الوحش اللي كان موجود. فبيعرفوا ان ما كانش فيه وحش وان اكيد الناس اللي اتصابوا هربوا من الشباك. فبيقولوا ان هم كده متصابين. فبيقول لبطلنا انهم لازم يلاقوا الناس المصابين من الوحش قبل ما ينقلوا الوباء. وبنشوف وقتها شركه بطلنا وبتكون قاعده تصيح وبتقول بقى توقعني يا رينتارو يا ابن الصرمه وتسيبني وتمشي كمان. وبتقول انها لما تشوفه مش هتسيب في حته سليمه. ورينتارو دوت هو اسم بطلنا. ففي واحد بينادي على شركه بطلنا فبتقول له عاوز ايه انت كمان، ولكنها بتنصدم من شكله دوت لانه بيبقى متغطي بالدم. فبتقول له انت مش شايف نفسك ولا ايه؟ وبتقول له ان شكله اتصاب من الوحوش. فالراجل بيفتكر اللي حصل وان في وحش هجم عليه فعلا وانه اتصاب منه بس يقدر يفضل حي. فالبنت بتقول له انه للاسف مش هيفضل حي لوقت طويل. وفعلا بنشوف الشخصيات واللي بيتوجع وبيجي متحول لواحد من الوحوش وبيبدا يهجم على شركه بطلنا وبيطيرها. وبطلنا وقتها بيوصل للمكان وبيوصل الراجل دوت معاه وبيضرب النار على الوحش، ولكن بطلنا بيمنعه. فبيقول له وقفتني ليه؟ فبيقول له بطلنا ان الرصاص العادي مش بيأثر على الوحوش ديت. وفعلا بالله الوحش بيتعالج، ولكن بطلنا بيديله رصاصه في نص دماغه وبيقعد يكمل عليه. وبيكون بطلنا بيستخدم رصاص اسود مصنوع من ماده بتضعف قوه الوحوش ديت. ووقتها شركه بطلنا بتقوم من تاني وعيونها بتنور احمر والرصاص بيكون خلص من بطلنا والوحش بيهجم عليه. ولكن وقتها بتتدخل شركته وبتيجي هجمه على الوحش وبتفرتكه حرفيا وبتكون خلصت عليه في ثواني. وبعدها بتلوم بطلنا على انه سبق ومشي. والراجل بيعرف وقتها انها شركته وبتفكر بطلنا بالتخفيضات اللي هتخلص كمان حبه. فبطلنا بيقول احيه ده انا نسيت خالص وبيجي جري بسرعه على المحل. والبت بتقول له استنى يا عم انت هتسيبني تاني ولا ايه؟ وبعدها بنشوف المنظمه اللي بطلنا شغال فيها وبنشوف المديره بتاعته اللي بتكون هتفرقع منه وبتديله باليد ولكنه بيفلت منها. وبتقول له انت مغفل ياض بقى، انت مشيت بسرعه ونسيت تاخد فلوسك من الشرطه عشان حبه تخفيضات. فبطلنا بيهز راسه كده وبيقول لها حصل. وبيكون هيجلط المديره وبيقول لها يا ست رواقي بس ده الاتنين بتمن واحده. وبعدها بتساله المدير عن الوحش اللي هم قتلوه. فبيقول لها بطلنا انه كان بشري مصاب وانهم ما لقوش الوحش وان اكيد حد من المنظمات التانيه لقوه خلصوا عليه. فبتقول له يا اسطى ما احنا كده بنخسر. وبتقول له انه لازم يلاقي وحوش اكتر ويقتلهم. وبتدور لو حد من المنظمات التانيه لقى الوحش ولكنها ما بتلاقيش حاجه. فبطلنا بيقول لها انه هيتصرف وهيلاقي الوحش دوت. فبتقول له تمام. وبعدها بتكون هتمشي لان وراها موعد. بس بتقول لبطلنا انه اتغير من ساعه ما بقى مع شركته، انه بقى بيضحك اكتر. وبتقول له انه زمان كان بيدور على اهله وبس. فبيتعصب بطلنا وبيقول لها انها تنسى الموضوع. وبيمشي بعدها وبيكون متضايق لانه ما بيكونش عارف ايه اللي حصل لاهله. وبيروح بعدها المكان كده وبيقابل واحده هناك واللي بتكون باحثه وبيعرفها بطلنا اللي حصل وان هم مش لاقيين الوحش اللي هجم على البشري وحوله. فبتقول له الباحثه ان ده شيء خطير جدا. وبتبدا تشرح له ان البشري لما
بيتصاب من وحش بيبدا الفيروس بتاع الوحوش ينتشر في جسم البشري وان الفيروس لو غير جيناته بنسبه 50% فوقتها البشري بيتحول لوحش كامل، وان لو الوحش لسه موجود في المدينه فممكن يحاول عدد كبير جدا لان تحويل البشر ما بياخدش وقت. فبطلنا بيقول لها انه بلغ المنظمات التانية وانهم هيدوروا عليه اكيد، وبيقول انه يمشي. وبعدها بنشوفه في البيت فعلا وبيكون عامل اكل لشريكته واللي بيكون اسمها ايكو فعلا بتاكل. وبعدها بيقول لها بطلنا ان جه وقت المصل وبيجي مديلها مصل غريب كده. وخليكم معايا حبه لان اشرح لكم حبه حاجات قدام هتعرفكم طبيعه العالم وبعدها بينام بطلنا وايكو. في تاني يوم بيكون حضر لها الفطار وبعد ما بتاكل بياخدها عشان يوديها المدرسه، وفي الطريق بياكد عليها انها ما تعرفش حد هويتها وانها شريكته كده وبتقاتل الوحوش. فبتقول له ما تخافش وان ما حدش يعرف حاجه، وفعلا بيوديها بطلنا المدرسه بتاعتها ولما بيشوفها مع صاحباتها ومبسوطه بيطمن. وبعدها بيمشي بطلنا وتعالى بقى اعرفك كام حاجه. شوف يا سيدي، في العالم في فيروس بيحول الناس لوحوش زي ما عرفنا قبل كده، ولكن لو في واحده من البشر حامل واستنشقت الهواء اللي فيه الفيروس بتولد طفله ملعونه، والاطفال بيكون عندهم عيون حمر وبيكونوا بنات وبس وبيكونوا مصابين بالفيروس ولكنهم مش بيتحولوا لوحوش لان نسبه الفيروس بتكون فيهم قليله جدا لانهم اخدوها عن طريق الهواء مش من هجوم الوحوش عليهم وكده. وطبعا شركه بطلنا واحده من الاطفال الملعونين وبيقول بقى بطلنا انهم من 10 سنين كونوا عواميد عملاقه من الماده اللي بتضعف الوحوش عشان يحموا اللي فاضل من البشريه، وانهم بقوا بيستخدموا الاطفال الملعونين لحمايه نفسهم من الوحوش لان الاطفال عندهم قوه كبيره جدا زي ايكو اللي فشخت الوحش في ثواني قبل كده. وبنعرف ان الاطفال بيعيشوا في حتت بعيده عن البشر لان بعض البشر بيقولوا عليهم انهم وحوش، وبيقول بطلنا ان الاطفال الملعونين هم امل البشريه الاخير. وبعدها بنشوف بطلنا في المدرسه بتاعته بيكون نايم حرفيا، بس مديرته بتتصل عليه وبتقول له يجي على مكان كده، فبطلنا بيقول لها تمام. وبنشوفه بعدها مع مديرته فعلا وبيدخلوا بعدها القاعه كده، ووقتها بينصدموا لان اغلب صياد الوحوش موجودين في المكان ومديرته بتقول له ان شكل فيه موضوع خطير حصل، فبيقول لها بطلنا فعلا. وبعدها بتروح عشان تقعد، ولكن وقتها واحد بيقف في طريقها وبيسخر منها لانها صغيره جدا على انها تكون مديره، بس بطلنا بيتدخل وقتها وبيقول له ان لو عنده مشكله يحلها معاه، وبيكون هيبدا قتال بينهم، بس واحد من القاده بيوقف الواد الضخم وبيقول له ان لو هيعمل مشاكل يمشي من المكان افضل، فبيسيب الضخم بطلنا. وبتقعد بعدها مديره بطلنا واللي بيكون اسمها ساكورا، وبتقول لبطلنا ان الواد يعتبر من افضل صياد الوحوش، فبطلنا بيتنح ليها كده وبيقول انه كان ممكن يخلص عليه في ثواني، ولكنه بعدها بيقول ان كده افضل الصيادين في المدينه موجودين هنا. ولكن ساعتها واحد كده بيدخل عليهم وبيقول لهم انه جمعهم هنا عشان في مهمه خطيره جدا، وبيقول ان الملكه هي اللي اعترفوا من المهمه بنفسها، وفعلا بتظهر الملكه وقتها. وبيقول بطلنا ان ديت ملكه مدينه طوكيو اللي هم عايشين فيها حاليا، وبيقول ان مساعد الملكه يعتبر جد ساكورا. وبتتكلم الملكه وقتها وبتقول للصيادين ان عندهم مهمتين، الاولى هي انهم يلاقوا الوحش اللي حاول البشري اللي قتلوا بطلنا، والثانيه انهم يرجعوا الصندوق من الوحوش، والشخص اللي هيجيب الصندوق هيكون ليه مكافاه كبيره جدا. فبتسالها ساكورا عن اللي موجود جوه الصندوق وانها اكيد ما حطتش المكافاه الكبيره على صندوق عادي يعني، فبتقول لها الملكه انها مش هينفع تعرفهم حاجه عن الصندوق. ولكن وقتها بيسمعوا صوت حد بيضحك واللي بيكون المقنع، والكل بيتفاجئ من وجوده وبيرحب المقنع بالملكه، ولكن بطلنا بيرفع عليه السلاح فبيقول له انت كمان موجود هنا يا رينتارو. فبيقول له بطلنا انت ازاي دخلت هنا اصلا؟ فبيقول له من الباب عادي يعني، وبيكون فشخ الحراس اللي بره. ووقتها بينادي على رفيقته اللي بتطلع وبتعرف عن نفسها، وبيسالوا الموجودين عن سبب وجوده هنا، فبيقول لهم المقنع انه هيشارك معاهم في التدوير على الصندوق وانه عاوز ميراث النجوم السبعه. فبطلنا بيقول له ده ايه فبيعرفوا المقنع ان الشيء اللي موجود جوه الصندوق، هو بيقول انه يوصل ليه قبل كل اللي موجودين هنا. فالواد الضخم بيتعصب وبيهجم على المقنع، ولكن سيفه بيطير اول ما بيلمس المقنع وبينصدم من الحاجز اللي حوالين المقنع، ووقتها بيتراجع لورا وكل اللي في المكان بيضربوا النار على المقنع، ولكن في حاجز بيصد كل الرصاص بتاعهم. وبطلنا بيقول ازاي عمل الحاجز وبيقول له هو انت بشري يا اسطى اكيد؟ فالمقنع بيقول له طبعا يا ابني، وبيقول انه زي ما قال هيجيب الصندوق قبلهم كلهم. ووقتها بتلف الرصاصات وبطلنا بيحمي ساكورا، وبنشوف المقنع اللي بيرد عليهم الرصاص وبيقتل اغلب الموجودين، وبيقول انه يلاقي الصندوق قبلهم وبيهرب بعدها من المكان. والملكه بتقول ليهم انهم لازم يلاقوا الصندوق قبل المقنع، لانه لو استخدم الاداه اللي في الصندوق غلط ممكن يدمر الحواجز اللي بتمنع الوحوش من الدخول لمدينتهم. وبعد الاجتماع بنشوف بطلنا اللي بيتمشى هو وايكو بيكونوا بيتسوقوا سوا، ولكن وقتها بيلاقوا اتنين بيجروا ورا بنت كده وبتكون من الاطفال الملعونين، وبيقدروا يمسكوها فعلا وبتكون سرقت منهم اكل، وبيكونوا عمالين يبهدلوا فيها اكتر ما هي متبهدله. فبتصعب على ايكو اللي بتحاول تساعدها، ولكن بطلنا بيمنعها لانه خايف عليها. وساعتها بيوصل الشرطه وبيجوا ماسكين الطفله الملعونه، ولكن بطلنا وايكو بيكونوا متاثرين من اللي حصل، وايكو بتعيط وبتقول له ليه ما ساعدتهاش او خلتنا اساعدها حتى. فبطلنا بيقول لها انه خايف عليها، ولكنها بتقول له انها كانت بتطلب مساعدتهم. فبيقول لها بطلنا انها تروح على البيت، وبيجي جري هو ورا الشرطه وبيستخدم مركبه واحد وبيروح ورا الشرطه، ولكنه لما بيمشي وراهم بيوصل لمكان مهجور، ولما بيدخل المكان بيتصدم حرفيا لان الشرطه بيكونوا قتلوا الطفله بكل وحشيه. وبعد ما بيمشوا بيروح بطلنا لعند البنت وبيكون زعلان جدا على حال الاطفال وانهم بيتهانوا بالطريقه رغم انهم ما اختاروش يكونوا اطفال ملعونين من الاساس. وبيكون قاعد حزين على البنت ولكن الصدمه انها بتكون لسه عايشه. فبيوديها بطلنا عند الدكتور وبيقول له الدكتور ان حالتها مستقره، فبيرتاح بطلنا حبه، وبيقول له الدكتور انها بس ترتاح حبه وبعدها تكون تمام. فبيطلع بطلنا من عنده، بس وقتها بيحس بحد وراه واللي بيطلع المقنع وبيرفعوا اسلحتهم
في وش بعض. فالمقنع بيقول له انه مش عاوز يقتله، ولكن بطنة بيقول له ان هو بقى عاوز يقتله. فساعتها المقنع بيقول لشريكته انها تهاجم رينتارو، وفعلا البت بتعمل كده وبتفضل تهجم عليه، ولكن وقتها ايكو بتظهر وبتوقفها، وبتكون قوه ايكو زي قوه شريكه المقنع. فالمقنع بيقول لشريكته انها توقف قتال، وبيقول لبطنة ان عاوز ينضم ليه عشان يغيروا الفساد اللي بيحصل دوت، وهنا قصده على معامله البشر للاطفال الملعونين. وبيدي البطنة فلوس عشان يوافق وينضم ليه، بس بطنة بيضرب النار على الفلوس وبيقول له انه مش هينضم ليه ابدا. فبيقول له المقنع انه مش هيفضل مخبي موضوع ايكو عن الناس لفتره طويله، وانهم هيعرفوا انها طفله ملعونه قريب وهيقلبوا عليها وقتها، وان حتى لو بيوديها المدرسه وبيعملها كانها طفله عاديه مش هيمنع حقيقه انها ملعونه. وبعدها بيهرب من المكان هو وشريكته. وفي تاني يوم بيروح بطنة مدرسه ايكو وهو مصدوم، وبيعرف من واحد هناك ان في اشاعات انتشرت ان ايكو طفله ملعونه. فبطنة بيقول له هي فين دلوقتي، فبيعرفه انها هربت من المدرسه. وبطنة بيروح يشوفها في البيت ولكنه مش بيلاقيها، وبيقرر بطنة انه يدور عليها بره حدود المدينه. وفعلا بيكون متجه لخارج حدود المدينه، وبيوصل لمكان كده وبيسال بنت لو هي شافت ايكو، فبتقول له انها ما تعرفهاش، وبتقول له انه ممكن يسال الجد. فبيوافق بطنة وبينزل معاها لتحت، وهناك بيقابل شخص كده واللي بيكون الجد، وبيساله بطنة بيعمل ايه مع الاطفال الملعونين دولت. فبيقول له الجد انه بيعتني بيهم وبيحاول يخليهم يعيشوا حياه عاديه زي البشر، وده لانهم يستحقوا معامله كويسه. فبيساله بطنة عن ايكو لو هو شافها قبل كده، فبيقول له الجد انها ما جاتش هنا خالص. وبيقول لبطنة انه ممكن يطلب شريكه تانية طالما شريكته ده اتهربت. فبيقول له بطنة انت قلت ايه؟ فبيعرفوا الجد ان الصيادين بيعتبروا الاطفال دولت مجرد ادوات. فبطنة بيتعصب جدا وقتها وبيقول له ان ايكو مش شريكته وبس، وانهم فضلوا طول الوقت مع بعض، وانه مستحيل يستغنى عنها، وانه بقاله سنه معاها وهيفضلوا دايما مع بعض. ولكنه بعدها بيهدى وبيعتذر من الجد لانه اتعصب عليه. فبيقول له الجد ولا يهمك يا عم، وبيساله يروح فين بعد كده. فبيقول له انه هيدور عليها في المناطق التانية وبيمشي بعدها. فالجد بيقول ان بطنة ده واد طيب، وبيسال ايكو لو هي هترجع له، وبنعرف انها كانت مستخبيه وبتكون سمعت كلام بطنة واتاثرت جدا منه، وقررت انها ترجع ليه مره تانية. وبعدها بنشوف بطنة اللي بيروح للباحثه وبيحكي لها الحاجات اللي مضايقاه، وبيقول لها انه بقى متضايق من معامله البشر للاطفال الملعونين. فبتقول له الباحثه ان كل ده هيتحل اكيد، وانه لازم يلاقي ايكو لانه كل عيلتها وهي هتبقى تايهه من غيره زي باقي الاطفال الملعونين، وهتحس ان ملهاش مكان تروحه. فبيذكرها بطنة وبيقول لها انه هيدور عليها، ولما بيطلع من عندها بتجيله مكالمه من مدرس ايكو وبيعرفه انها رجعت للمدرسه. فبيقول له بطنة انه جاي ليهم حالا، وفعلا بيروح بطنة جري على هناك، ولكنه بيتصدم لانه بيلاقي ايكو والاطفال التانيين قاعدين يبهدلوا فيها وبيقولوا عليها انها وحش. فايكو بتحاول تدافع عن نفسها ولكن محدش بيكون عاوز يسمعها. فبطنة بيجي لها وبيهديها وبيقول لها انه هينقلها لمدرسه تانية، ولكن ايكو بترفض كده وبتقول ان عندها اصحاب ياما في المدرسه ديت. ولكن بطنة بيقول لها ان دولت ما عندوش صحابها خلاص. وقتها بتنزل طياره وبتاخد ايكو وبطنة، وده لانهم بيكونوا حددوا مكان الوحش اللي معاه الصندوق اللي فيه ميراث النجوم، وفعلا بيكونوا في طريقهم لهناك. ولكن وقتها بتكون ايكو زعلانه جدا وبيلاقوا في طريقهم وحش كبير جدا. فايكو بتنط من الطياره وبتنزل على الوحش وبتدمره، وبطنة بينزل وراه بعدها وبيلاقيها نازله طحن في الوحش، وعيونها بتكون حمر، وبتدي ضربه للوحش وبتخلص عليه، وبيقع من الوحش الصندوق اللي فيه ميراث النجوم فعلا. ووقتها بطنة بيوصل لايكو اللي بتكون قاعده تعيط وبتقول انها مش وحش، وانها لما بتقتل الوحوش بتكون كده حمت صحابها، وبتجري على بطنة وبتعيط في حضنه. ورينتارو بيكون مقهور جدا عشانها، ولكنه بيقول لها انه دايما جنبها وانها ما تخافش من حاجه طول ما هو معاها، وانه مش هيسيبها حتى ولو انقلب العالم كله ضدهم. فبتتاثر جدا ايكو وبتشكر بطنة على كده. ووقتها بيروح بطنة عشان ياخد الصندوق ويرجعوا، ولكن وقتها بيظهر المقنع وبيمسك بطنة وبيطيره حرفيا. وايكو بتحاول تساعده بس شركه المقنع بتوقفها وبيبدا قتال بينهم، وبطنة بيهجم على المقنع ولكنه بيكون اقوى منه بكتير وبيقدر يصد ضربته وبيضربه رصاصه كمان، وبيعمل حاجز تاني كده وبينفخ بطنة حرفيا. وبطنة بيكون مش قادر يتحرك من الضرر اللي حصل له، ولما بيلاقي ان حالتهم صعبه بيقول ليكو انها تهرب بس هي بترفض. ولكن لما بتشوف حاله بطنة بتقول انها تجيب المساعده وترجع ليه، وشركه المقنع بتكون عاوزه تروح وراها بس المقنع بيمنعها، وبيقول لها انهم لازم يخلصوا شغلهم هنا، وبيدي لها اشاره كده وبنلاقيها طعنت بطنة بسيفين، وبطنة بيكون جاب اخره حرفيا. فبيقول له المقنع اي كلمات اخيره، فبيقول له بطنة انه يرجع وهينفخه، ولكن وقتها المقنع بيديله ضربه وبيخلص عليه. بس بطنة وقتها بيفتكر حبه ذكريات وانه تم التعديل على جسمه قبل كده عشان يبقى اقوى ويتحمل الاصابات الخطيره، وبيفوق بعدها في المستشفى وبتكون ساكورا عنده وبتعرفه انه يقدر ينجو من اصاباته بالعافيه، ولكنها برضه بتعرفه ان مش هو الوحيد اللي نجا ودوت لان المقنع اخد ميراث النجوم السبعه وانه هيستخدمه عشان يستدعي وحش من المستوى الخامس. فبينصدم بطنة لان دوت يعتبر اقوى نوع من الوحوش ويقدر يدمر المدينه بتاعتهم بسهوله جدا، وبيقرر انه يوقف المقنع. فبتقول له ساكورا انه يستريح وان الصيادين بداوا في البحث عنه فعلا، بس بطنة بيصر على انه يروح معاهم. فبتقول له ساكورا انه لازم ياخد الاذن من شخص الاول، واللي بتطلع ايكو اللي بتكون نايمه جنب بطنة وما سابتوش لحظه من لما دخل المستشفى. فبيعتذر ليها بطنة لانه خلاها تخاف عليه، وبعدها بيتجهز عشان يروح لمكان المقنع وبياخد حبه ادوات من الباحثه عشان تساعده في المهمه ديت. ولما بيطلع من عندها بتكون ايكو مستنياه، وفعلا بنشوفهم بعدها وهم مع باقي الصيادين عشان يوقفوا المقنع، وبينزلوا بعدها في الجزيره اللي هو فيها وبيبداوا يدوروا عليه. ولكن الجزيره ديت بتكون مليانه وحوش اقوياء حرفيا. فقال بطنة يقتلوهم؟ لا والله دول بيفتحوا سبرنت وبيهربوا منهم بسرعه. ولكن بعدها بيلاقوا مكان كده وبيفكروا المقنع فيه، بس وقتها بيلاقوا ان اللي موجوده في المكان دوت طفله
طفله ملعونه وبتكون شريكه واحد من الصيادين وبتكون متصابه في دراعها. فايكو طبعا بتغار وبتطلع تستنى بطلنا بره، وبطلنا بيعالج دراع الطفله ديت وبيسال عن اللي حصل ليها، فبتقول له انها كانت مع شريكها ولكن وقتها هجم عليهم واحد من الوحوش، فقررت تضربه بقنبله قويه جدا عشان تدي الوقت لشريكها عشان يهرب، ولكنها اتصابت وما تعرفش شريكها فين دلوقتي حتى. ومعلومه كده شريك البيت ديت هو الواد الضخم اللي وقف ساكورا في الاجتماع قبل كده وعمل مشاكل مع بطلنا، فبطلنا بيقول ليها انها ما تحاولش تضحي بحياتها عشان حد، وانها بنت طبيعيه وتستحق تعيش زي غيرها، وان الاطفال الملعونين والصيادين زي بعض. فبتتاثر البنت وقتها من كلام بطلنا لان اول واحد يخاف عليها، ولكنها بتقوله انها ما تستحقش تبقى عايشه حياه عاديه، وبتعرفه انها قتلت واحد من الصيادين ودوت لان شريكها امرها بكده عشان هو مش عاوز حد يقتل المقنع غيره. فبينصدم بطلنا وبيتعصب عليها وبيقول لها انها ما تعملش كده تاني وانها تلاقي الحد دوت شيء مش سهل ابدا. فبتقول له شكلك قتلت حد قبل كده عشان تقول الكلام دوت. فبطلنا بيسكت وقتها وبيعتذر ليها على انه اتعصب عليها، بس البنت بتعيط وبتقول له ان كلامه صح وانها مش هتعمل كده تاني او تقتل حد. بس وقتها بيجي لها مكالمه من شريكها وهو بيعرفها انه عرف مكان المقنع وبيقول لها انها تيجي ليه، وفعلا بتقرر البنت تروح ليه وبتاخد بطلنا وايكو معاها. وفي الطريق بتقول شريكه الواد الضخم انها تيجي وراهم ودوت لان في وحوش كتيره جدا بتبقى جايه وراهم، وبتقول البت ديت انها توقفهم. فبيقول لها بطلنا تمام، وبيكملوا طريقهم وبتبدا البت في قتل الوحوش، وبيوصل ابطالنا المكان المقنع ولكنهم بيلاقوا مجزره حرفيا، والواد الضخم ده بيطلع عليهم ولكنه بيقع وبيكون مضروب بسيفه، والمقنع وشريكته بيكونوا خلصوا على كل الصيادين وما بيكونش فاضل غير ابطالنا، والملكه بتكون شايفه كده وساكورا بتكون معاها وبتقول للملك انها ما تخافش وان رينتارو وايكو هيفوزوا اكيد. فبيقولوا لها وانت متاكده كده ليه؟ فبتعرفهم ان من 10 سنين في وحش هجم على بيتها وقدر انه يخلص على والدها وكان هيموتها هي كمان لولا تدخل بطلنا، وانه ضحى بايده ورجله وعينه كمان عشان ينقذها وكان هيموت وقتها، ولكن ساعتها اضطروا يعدلوا على جسمه واضافوا ليه اجزاء من الماده المضاده للوحوش، وان بطلنا يعتبر سلاح بشري دلوقتي. وفي الوقت دوت بيكون القتال هيبدا وبيستخدم المقنع المجال بتاعه، ولكن بطلنا بيحاول يخترقه، والغريبه المره ديت ان بطلنا بيخترقه وبيضرب المقنع فعلا، ووقتها بتظهر اجزاء بطلنا المعدله وساعتها بتبدا المعركه الحقيقيه وكل واحد بيقدم كل اللي عنده. بس وقتها ايكو بتكون هتتضرب من المقنع فبطلنا بيحميها، بس وقتها المقنع بيستغل الفرصه وبيخترق بطن بطلنا وبيكون بطلنا هيموت من اصابته ديت، ولكنه بيشوف ايكو اللي بتقول له ما يسيبهاش لوحدها تاني، فبيطلع بطلنا ابر من معاه وبيكون اخدها من الباحثه قبل المعركه، وبتكون الابر ديت بتزود قوه الشخص اللي بياخدها ولكنه ممكن يتحول لوحش لو ما استحملش القوه ديت، وبطلنا بياخد الابر كلها وعيونه بتنور احمر ولكنه بيقدر يتغلب على التحول وقوته بتزيد جدا، وبيهجم على شركه المقنع وبيطيرها حرفيا وبيحاول يخترق الحاجز بتاع المقنع وفعلا بيعملها وبيديله يده وبيطيره وبيروح وراه وهتك احلى ضربه بالرجل وبيخلص عليه اخيرا يا جدع. وبعدها شركه المقنع بتكون حزينه جدا عليه وبطلنا بيكون متضايق عشانها، ولكن وقتها بتجيله مكالمه وهنا بتكون الصدمه لان المقنع فعل ميراث النجوم السبعه وقدر يستدعي الوحش اللي من المستوى الخامس، وبيكون الوحش وقتها بيهاجم المدينه وبيكون حجمه عملاق ومفيش حاجه مأثره فيه، وبطلنا بيقول ان كده كلهم هيموتوا. بس ساكورا بتقوله لا وان في حل لازمه الوحش دوت، وان الطريقه الوحيده لازمه الوحش دوت هي عن طريق سلاح قوي كده اسمه سلم السماء، وبيطلبوا من بطلنا انه يفعل السلاح دوت، وفعلا بيروح بطلنا لهناك وبيبدا في تشغيل السلاح دوت بتعليمات اللي بتديها له ساكورا وبيشغل الجهاز فعلا وبيوجهوه على الوحش فعلا، ولكن ساكورا بتقول ان في مشكله وان مفيش ذخيره في السلاح، فبطلنا بيروح لمكان الذخيره ومش بيلاقي اي رصاص موجود في المكان وكده الجهاز ملوش اي 30 لازمه. بس بطلنا بيقول لا الموضوع مش هيخلص على كده وبيجي خالع دراعه وبيستخدمها كرصاصه للسلاح، وفعلا السلاح بيتشحن وبيكون معاهم طلقه واحده بس، وبطلنا بيكون لازم يصوب على الوحش بكل دقه لان اي غلطه في التصويب هيدمر المدينه باللي فيها، ولكن رينتارو بيكون خايف ومش عارف يثبت ايده من الضغط اللي عليه، فايكو بتساعده وبتقوله انه هينجح اكيد وبتيجي مثبته ايده فبيطمن بطلنا وبيبداوا يصوبوا سوا وبيجوا ضاربين الرصاصه اخيرا واللي بتنطلق بقوه مرعبه وبتقدر تسيب الوحش فعلا وبتفجره، وبيكونوا ابطالنا انقذوا مدينتهم بالكامل، وايكو بتنام جوه السلاح وبطلنا بيسيبها ترتاح حبه وبيطلع هو لبره ولكنه بيتصدم من عدد الوحوش المقتوله، ولما بيمشي ما بينهم بيلاقي سلاح شركه الواد الضخم وبيبدا بطلنا يدور عليها وبيلاقيها فعلا ولكنها بتكون متصابه وعلى وشك انها تتحول لوحش، وده طبعا لان جسمها زاد معدل تاكل الفيروس فيه عن 50%، وبتسال بطلنا عن شريكها فبيقول لها بطلنا انه كويس ومش بيرضى يعرفها ان المقنع قتله، فبتقول له البنت انه يقتلها وانها مش عاوزه تتحول لوحش، وبتبدا انها تشكر بطلنا لانه هو الوحيد اللي عاملها بشكل طبيعي، وقتها بطلنا بيكون هيموت من القهر حرفيا ولكنه بيطلع سلاحه وبينفذ اخر طلب ليها وهو انها تموت كانسانه، وما تتخيلوش كميه الحزن اللي في قلب بطلنا وقتها، ومن بعدها بيوصل فريق الانقاذ وبنشوف بعدها بطلنا اللي بيكون عند الملكه وبيقول لها انه شاف اللي جوه الصندوق واللي كان عجله صغيره وبيقول لها انتوا بتشتغلونا ولا ايه، فبتقول له ان في حاجات ما ينفعش يعرفها، ووقتها بيسيب بطلنا الملكه وبيروح يقابل ايكو اللي بتساله عن نسبه تاكل الفيروس في جسمها، فبيقول لها بطلنا انها 25% بس، فبتقول له ايكو انها ما زادتش قوي عن اخر مره، بس بطلنا بيكون خايف من حاجه وده لان معدل تاكل الفيروس عند ايكو 43% وان كده فاضل لها 7% بس وتتحول لوحش وهيبقى مصيرها الموت، وبعدها بنشوف بطلنا اللي بيتدرب مع ايكو وبعد ما بيخلص معاها بيتمشى حبه مع ساكورا واللي بتقول له انه اكيد مفلس وعاوز فلوس، فبيقول لها
حصل بس ليه بتسالي؟ فبتعرفوا بقى ان الملكه محتاجه حارس شخصي معاها وانه يروح ويشوف اذا ينفع يشتغل مع الملكه ولا لا. وفعلا بعدها بنشوف بطلنا عند الملكه وبتعرفوا الملكه انها تقابل رئيس مقاطعه اوساكا وانها خايفه من الراجل دوت فعاوزه حارس شخصي معاها. فبيقول لها يعني انت ما عندكيش حراس؟ فبتقول له عندي طبعا. وبيطلعوا حراسها وقائد الحراس بيقول لبطلنا انه يعتمد عليه في حمايه الملكه في الاجتماع دوت. فبطلنا بيقول له انه ما قبلش الوظيفه اصلا وبيقول للملكه انه هيعرفها قراره بعدين وبيمشي بعدها ولكنه بيتوه في القصر لانه كبير جدا وبيدور على طريق الخروج. بس وقتها بيلاقي نفسه متحاصر من حراس الملكه وقائد الحراس بيقول له يرفض الشغلانه ديت لانه هو حارس الملكه الاول وهيفضل كده. فبطلنا بيقول له انت مين ياض عشان تديني الاوامر؟ فبيتعصب قائد الحراس وبيقول اللي معاه انهم يضربوا بطلنا ولكن رينتارو بيضرب الاثنين وكان ممكن يقتل قائد الحراس ولكنه بيجرحه في وشه وبس. فبيهرب قائد الحراس واللي معاه وبيقول لبطلنا انه مش هينسى اللي حصل هنا. فبطلنا بالعند فيه بيقول لواحد من الحراس يعرف الملكه انه موافق على الشغل دوت وبيطلع بعدها من القصر. وهو ماشي بيلاقي ناس ماسكين بنت صغيره كده فبطلنا بيوقفهم وبيوريهم الشاره بتاعته وانه صياد وشغال مع الملكه فبيخافوا منه وبيهربوا. وبيبص بطلنا للبنت الصغيره واللي بتكون متبهدله خالص فبياخدها وبيغسل لها وشها وبتشكر البنت على انقاذها وبتطلع برشام كده وبتاخده. فبيسالها بطلنا عن سبب اخدها للبرشام دوت فبتقول له انها طفله ملعونه ولكنها طفله ليليه وده معناه انها مش بتنام بالليل وان البرشام دوت بيخليها تفضل صاحيه الصبح. فبيسالها بطلنا عن اسمها فبتقول له ان اسمها تينا وبيعرف بطلنا منها انها تايهه فبيقول لها انها تروح للشرطه وبيدي لها رقمه عشان لو حصل حاجه معاها تتصل بيه. فبتشكر تينا على كده وبتمشي بعدها. وفي الليل بنشوف تينا وهي بيجي لها مكالمه وبتقول للشخص اللي بيكلمها انها قدرت تدخل للقصر وانها دلوقتي هتروح تجيب اسلحتها ودوت عشان تغتال الملكه. يا عيني دي تينا ما طلعتش سهله خالص، المظاهر خداعه برضه. فعلا بنشوفها وهي بتجهز نفسها وبتاخد اسلحتها وهي ماشيه بيقابلها ضابط شرطه وبيفكرها تايهه وبيحاول يساعدها. فالرئيس بتاعها بيقول لها انها تخلص عليه وفعلا تينا بتهجم عليه وقتها بيكون بطلنا قاعد في البيت ولكن وقتها في واحده بتجيله فبتساله ايكو عن مين هي. فبيقول لها ان ديت فرايا وانها قائده مجلس الطلبه في المدرسه بتاعته وهي الشخص اللي بيجيب لهم المعلومات والاسلحه بس ما بيقدرش يكمل كلامه وده لان ساكورا كمان بتوصل وبيقعدوا كلهم ياكلوا وبيبان كده ان ساكورا وفرايا مش بيطيقوا بعض خالص. وساكورا بتقول لبطلنا انه يبدا شغل مع الملكه من بكره فبيقول لها فل قوي. بس وقتها فرايا بتقرب من بطلنا وبتقول له انها ممكن تلاقي له شغل افضل في شركه الاسلحه بتاعت والدها. فساكورا بتتعصب لان فرايا قربت من بطلنا وبيطلعوا اسلحتهم هما الاثنين. في كورنتارو بيشيلوا الترابيزه من سكتهم وبيشتغل القتال بينهم وحرفيا بيخربوا الشقه على الاخر. وفي تاني يوم بيكون بطلنا مع الملكه وبيكونوا رايحين يقابلوا رئيس مقاطعه اوساكا وفعلا بيوصلوا لعنده وبيكون عارف بطلنا وبيقعد يتكلم مع الملكه وبيقول لها ان الدوله اللي هتقوم الاول من البهدله دي هتكون المسيطره على العالم وبيكون عاوز الملكه تنضم ليه ويتشاركوا بالصيادين والاسلحه اللي معاها وده عشان يسيطروا على العالم سوا. ولكن الملكه بتكون مصدومه من كلامه وبعدها بنشوفها وهي بتكون في العربيه وبطلنا بيقول لها انها عملت الصح لما رفضت عرض الشخص دوت وانه مجنون. فبتقول له الملكه انها ما توقعتش منه كده وده لانه عاوز يتحكم في العالم بالقوه والغصب ولكن هي بتهدف انها تحقق السلام وتخلص العالم دوت من الوحوش وتجمع الاطفال الملعونين مع البشر مره تانية. وبتقول انها حتى ولو حاولوا يختلوها مش هتوقف خطتها ديت وانها في يوم هتقدر تحقق السلام دوت اكيد. فبطلنا بيقول لها انها انسانه نبيله فعلا ولكن وقتها ايكو بتقول انها حاسه بخطر قريب منهم وبطلنا بيركز حواليهم وبيلاقي رصاصه جايه عليهم فبيحمي الملكه وايكو وبيحاول يحمي الملكه على قد ما يقدر من الهجوم دوت. وايكو بتنقذ السواق ولكن المختال دوت بيهجم على الملكه مره تانية بس ايكو بتصد ضربته والحراس بيحموا الملكه. وايكو بتقول لبطلنا انهم لازم يستخبوا ولكن بطلنا بيقول لها مفيش داعي ودوت لان المختال هرب فعلا. ووقتها بنشوف تينا واللي بتعرف رئيسها انها فشلت في مهمه الاغتيال وده لان واحد من الصيادين وقفها ولكنها ما عرفتش تلاحظ شكله بقى لو تعرفي ان الشخص ده هو بطلنا. وفي تاني يوم بنشوف تينا وهي قاعده بتنام على نفسها وبطلنا بيجي لها وبيكون جايب لها اكل وتينا بتاخده منه فعلا وبطلنا بيكون باله مشغول باللي حاول يقتل الملكه امبارح ما يعرفش انها قاعده جنبه. ولكن وقتها تينا بتوقع الاكل ومش بتكون عارفه تاكل من كتر ما هي عاوزه تنام فبيساعدها بطلنا وبياكلها وبتكون تينا مبسوطه على الاخر وبتقول له ان الاكل جامد خالص فبيفرح بطلنا انه عجبها. وبعد ما بتخلص اكل بتشكر بطلنا وبتقول له انه طيب فعلا ودوت لانه اول واحد يعملها بلطف كده وبتقول له انها بتفرح لما تكون معاه. ولكن وقتها بيجي لها اتصال وبتودع بطلنا وبتقول له هنتقابل تاني فبيقول لها طبعا فبتفرح وقتها وبتمشي. وبعدها بتستخبى وبترد على المكالمه واللي بتكون من رئيسها واللي بيقول لها ان عندها مهمه جديده وهي انها تقتل ساكورا. فبتقول له تينا تمام. وفي الوقت دوت بيروح بطلنا عند مجلس الطلبه وبيقابل فرايا هناك واللي بتدخله لمكتبها وبتكون جمعت له شويه معلومات عن اللي حاول يغتال الملكه وبتقول له ان الرصاص اللي لقوه بيستخدم للقناصات ولكن المسافه اللي اتضرب منها الرصاص كانت كبيره جدا ومحدش يقدر يعمل كده غير لو كان عنده موهبه في التصويب. وبتقول له انه لازم ياخد باله لان عدوهم قناص موهوب. فبيقول لها طب عرفتي حاجه عن اللي اجر القناص دوت؟ فبتقول له انها ما عرفتش لسه. فبيقول لها انه شاكك في انه رئيس مقاطعه اوساكا ودوت لان الملكه رفضت تنضم ليه. فبتقول له شكلك بتلعب على الملكه يا صايع. فبيقول لها ملكه مين بس انا مش حاططها في بالي اصلا. ولكن ساكورا بتدخل عليهم وقتها وبتكون متعصبه جدا وده لان فرايا مقربه من بطلنا وبطلنا بيحاول يشرح لها ولكن ديت ما ينفعش معاها شرح وفرايا بتنيلها اكتر وبتقول له انها هتكلمه بعدين. فساكورا بتفهم غلط على الاخر والله يرحم بطلنا على كده. وبعدها بنشوفه عند الباحثه واللي بتعرفه انها عدلت على
على جسمه زمان، ولكن في 3 زيها يقدروا يعدلوا على اجسام البشر ويخلوهم اقوى. وبتقول له انهم كانوا بيعدلوا على اجسام البشر عشان يقدروا يوقفوا غزو الوحوش ديت، ولكنهم وقفوا المشروع ودوت لان الاطفال الملونين هم السلاح الحقيقي ضد الوحوش ديت. بس بتقول له ان الجنود اللي تم التعديل عليهم في بعضهم استخدم قوته للخير وبقى من الصيادين، وحبه تانيين استخدموا قوتهم لمصالحهم الخاصه. وبتقول لبطلنا انه لازم يبقى جاهز عشان يواجه اي حد فيهم في اي وقت. فبطلنا بيخاف حبه، ولكن الباحثه بتقول له ما يخافش، وانه كده كده غلب واحد فيهم قبل كده، وهنا قصدها على المقنع. فبيقول لها بطلنا تمام، وبتقول له الباحثه انها عاوزه تكلم ايكو شويه وانه يقدر يمشي دلوقتي. وفي الوقت دوت بنشوف تينا اللي بتكون رايحه تقتل ساكورا، وبيكون الرئيس بتاعها بيعرفها ان في صياد بيحمي ساكورا، بس قبل ما يقول لها على اسمه الموبايل بيقع منها. وفي ساعتها بتكون ساكورا في مكتبها، فبتجيلها تينا وبتدشمل الدنيا بالسلاح بتاعها، ولكن ساكورا بتعرف تفلت منها وبتهجم عليها بسيف الكاتانا وبتقسم السلاح بتاعها، وبيبدا القتال بينهم. وتينا بتقدر تديلها ضربه وبترشقها في الحيطه، وبتكون هتخلص عليها، بس ساكورا بتلاحظ ان تينا متردده في قتلها، فبترمي تينا السلاح وبتحاول انها تخنقها. ولكن وقتها بتنادي ساكورا على بطلنا رينتارو، فبتنصدم تينا من الاسم، ولكن بطلنا بيوصل فعلا وبيبدا في الهجوم عليها. ولكن الصدمه بقى لما بيشوف انها تينا، وحرفيا بياخد الصدمه. وتينا بتحاول تشرح له، بس بطلنا مش بيديلها فرصه، ومن التوتر تينا بتبدا تضرب بشكل عشوائي. فبطلنا بيمسك سلاحها وبيقول لساكورا انها تخترق الارض، وفعلا ساكورا بتعمل كده، ولكن تينا بتقدر انها تهرب منهم في الاخر. وساكورا وقتها بتتعب وبياخدها بطلنا على المستشفى، وبنعرف ان عندها فشل في الكلى، ولكنها بتقول له ما يخافش عليها. وبتعرفوا ان تينا كانت متردده في قتلها. وقتها بتجيلهم ايكو بتقول له ساكورا ان شكل تينا هي القناص اللي حاول يغتال الملكه قبل كده، وده لانها بتستخدم نفس الرصاص. وبتقول لبطلنا انه لازم يحمي الملكه لانها اكيد هتهجم عليها مره تانية. وفعلا بنشوف بطلنا مع الملكه وقتها، وبيعرفها ان اكيد اللي اجر تينا هو نفسه رئيس مقاطعه اوساكا، وبيوقفوا العربيه بعدها وبينزلوا الملكه. ولكن وقتها رئيس الحراس بيظهر وبيبدا في تهزيء بطلنا، ودوت لانه غير عربيه الملكه. فبيقول لبطلنا انه لو خلاها في عربيتها القديمه كانت هتكون في خطر اكبر. فبيتعصب رئيس الحراس وقتها، ولكن وقتها بيحس بطلنا بحاجه وبيلاقي رصاصه بتتضرب عليهم، وبتكون تينا وصلت ليهم وبتضرب الملكه، ولكن بطلنا بيحميها وبيتصاب مكانها، وبيقوم مدخلها العربيه وبيتحركوا بسرعه من المكان. ورينتارو بيكون بينزف جامد، بس بيقول ليكو انها تراقب تينا، بس تينا مش بتستنى وبتديلهم ضربه تانية، والعربيه بتخرج عن السيطره. ولكن بطلنا بيلحق يغير اتجاهها وبيدخلها في جراج وبينزل عشان يوقف تينا. وايكو بتقول له انها تروح تغلبها، وبتقول له انها لما تروح لوحدها تركز في القتال وبس. فبيقول لها بطلنا انه بيعتمد عليها، فبتقول له انها تنفخها وهترجع له بسرعه. وفعلا بتفعل قوتها وبتنطلق لمكان تينا. وبطلنا بيقول ان ايكو هيكون ليها الافضليه لان ده قتال من مدى قريب، وان تينا قناصه فهتخسر اكيد. بس الملكه بتوصل وقتها وبتساله عن مكان ايكو، فبيقول لها انها راحت تقاتل تينا لوحدها. فبتقول له ان كده ايكو في خطر، وده لان تينا ترتيبها ال 97 في ترتيب الاطفال الملعونين حول العالم، وان ايكو لوحدها ملهاش فرصه قدام تينا. فبيتصل بطلنا بسرعه على ايكو عشان يوقفها ويخليها ترجع، وفعلا بترد عليه فبيرتاح بطلنا حبه. ولكن الصدمه ان تينا هي اللي بترد عليه، فبطلنا بيتصدم حرفيا، وتينا بترمي الموبايل وبنلاقي ان في دم حواليه. وبنشوف بطلنا بعدها واللي بيروح على المستشفى وبيلاقي ايكو هناك، وبيطمن عليها من الدكتور اللي بيعرفه انها كويسه حاليا، ولكنها مش هتفوق غير بعد يومين. فبطلنا بيلوم نفسه انه سابها تقاتل تينا لوحدها، وساكورا بتعرفه ان الملكه هتروح اجتماع مهم في تاني يوم. فبيكون بطلنا عاوز يحميها ولكنه بيكون تعبان جدا. وبعدها بنشوفه وهو بيفتكر كلام المحقق واللي عرفه ان ايكو اتصابت من 4 اماكن في نفس الوقت. وبيقول بطلنا ان تينا كانت قادره تقتل ايكو بسهوله ولكنها سابتها عايشه، وبيقول انها ممكن بتحاول تبعد عن قتل الناس قدر الامكان. وبعدها بيقول ان تينا ترتيبها ال 97 على الاطفال الملعونين، وانه مش هيقدر عليها، وبيكون متعصب على اخره لانه مش قادر يوقفها. وفي الوقت ده قائد الحراس بيجي لبطلنا وبيبدا يسخر منه، وبيقول له انه مش هيقدر يحمي الملكه من غير شريكته. فبطلنا وقتها بيتعصب عليه وبيقول انه يستمر في حراسه الملكه وانه هيوقف اي حد عاوز يأذيها. فقائد الحراس بيتعصب منه، ولكن بطلنا بيرفع عليه السلاح وبيقول له انه هيعرفه ازاي يحمي الملكه. وبعدها بنشوفه عند الباحثه وبتعرفه ان تينا قدرت تهاجم ايكو من اكتر من مكان، وده لانها بتستخدم الادوات ديت، واللي بيكونوا كرات كده بينقلوا لها تحركات الخصم ومكانه، وهي بتكون بعيده عنه وبتهجم عليه. فبطلنا بيقول لها تقدر تتحكم في كام واحده منهم، فبتقول له 3 كحد اقصى، وبتساله هو بيخطط لايه. فبيقول لها انه هيقتل تينا، فبتقول له انه كده هيموت. بس بطلنا بيقول لها ان ده مش هيحصل، وبيقول لها انه يثبت ليها ان دراعه اللي هي عملته ليه مفيده وهتقدر تحمي الناس. وبعدها بنشوف بطلنا في مكان غريب كده وبيكون قاعد يتمرن وبيقاتل في الناس اللي ضده، وبنعرف ان ده جهاز تدريبي. وفرايا بتكون بتراقب احصائيات بطلنا، وساكورا بتقول لها ان بطلنا قوي جدا وده بسبب التعديلات اللي اتعملت في جسمه، وان عينه بتقدر تخليه يشوف حركه اي حاجه حواليه بشكل بطيء جدا. وبطلنا بيخلص تدريبه وبيسال فرايا عن مستواه حاليا، فبتقول له ان للاسف تينا لسه اقوى منه مرتين تقريبا. وبطلنا بيقول ان الفوز عليها مش هيكون سهل ابدا. وقتها بتكون تينا بتكلم رئيسها واللي بيقول لها انها فشلت في قتل الملكه مرتين، وانها لو فشلت كمان مره هتكون ديت نهايتها. فبتقول له تينا تمام، وبتكون هتروح عشان تختار الملكه. ولكن وقتها بنشوف بطلنا واللي بيكون حدد مكانها وبيكلمها وبيقول لها انه مش هيخليها تقتل الملكه. فبتقول له تينا انه مش هيعرف يغلبها، فبيقول لها انهم لازم يجربوا عشان يعرفوا الاول. وفعلا بيبدا القتال بينهم، وبيبدا
بطلنا يتجنب ضربات تينا ولكنها بتكون سريعة جدا وبتقدر تصيبه، فبيدخل بطلنا المبنى عشان يبعد عن مدى تصويبها وبيجي مستخبي، وده لان تينا بتبعت واحدة من الكرات بتاعتها، ولكن بطلنا بيقدر يهرب منها وبيجي مدمر الكرة ديت، وفرايا بتتصل بيه وقتها وبتقول له ان تينا تستخدم اسلحة بتتحكم فيهم عن بعد، وان هي مش في المبنى دوت بل المبنى اللي جنبه. ولكن قبل ما تخلص فرايا كلامها بتكون تينا عرفت مكان بطلنا وبتبدأ في الهجوم عليه، ولكن بطلنا بيتفادى وبيجي طالع بسرعة على الدور التاني، ولكن وقتها بيلاقي كورتين وبيكون مستخبي منهم، ولكنهم بيقدروا يحددوا مكان بطلنا اللي بيهجم على واحدة من الكرات وبيدمرها، ولكن الكرة التانية مش بتتدمر، وبيبدأ الرشاش في الهجوم على بطلنا اللي بيتصاب منه، ولكنه بيقدر يفجر الكرة التالتة وبيقول انه كده خلص من الكرات، وبيطلع على السطح وبيشوف تينا وبينط على المبنى بتاعها، ولكنها بتكون اختفت. وفرايا بتقوله ان تينا قريبة جدا منه، ولكن بطلنا مش بيكون شايفها، بس تينا بتنزل من فوق وبتبدأ في الهجوم عليه، وبطلنا بيصد ضرباتها، ولكن تينا بتتحكم بكرة كمان، وبطلنا بيتصدم انها بتتحكم في 4 وبيحاول يدمر الكرة ديت، ولكن تينا بتسبقه وبتفجرها فيه، وبطلنا بيقع منه قنبلة كده وبيكون اتصاب جامد، وتينا بتكون هتخلص عليه، وبطلنا بيقول ان ديت نهايته فعلا، ولكن وقتها القنبلة بتتفجر واللي بتكون قنبلة ضوئية، وعيون تينا بتتأثر جامد ومش بتكون قادرة تشوف، فبيقول بطلنا ان ديت فرصته، وبيبدأ في الهجوم على تينا وبيكسر بيها المكان حرفيا، وبيكون بهدلها على الاخر، وبيقدر فعلا انه يغلبها وبيكون قادر انه يخلص عليها، ولكنه مش بيقتلها، وبيقول لها انه عارف انها كانت قادرة تقتل ايكو وساكورا قبل كده، ولكنها ما عملتش كده، وده لانها مش عاوزة تأذي حد، وبيقول لها انه هيساعدها. فبتعيط تينا وقتها وبتقول لبطلنا انه طيب فعلا، وبطلنا بياخد تينا وبيقول لها انه هيكلم الملكة عنها ويحاول يقنعها انها تسامحها، فبتقول له تينا انها بتعتمد عليه، ولكن وقتها بتتصاب تينا وسط صدمة بطلنا، وبيطلع اللي ضرب عليها النار هو قائد الحراس، وبيقول لبطلنا انه يقدر يشكره بعدين، وبطلنا حرفيا بيكون عاوز ينفخه، ولكن الحراس بيمسكوه، وبتكون تينا لسه عايشة، فبيكون قائد الحراس عاوز يخلص عليها، وبطلنا مش بيكون قادر يعمل حاجة، ولكن وقتها بتيجي الملكة وبتوقف قائد الحراس، وبتكون لغت الاجتماع لان بطلنا ما كانش موجود، وبتقول لبطلنا انه انقذها قبل كده وانها تحقق له حاجة هو عاوزها، فبطلنا بيقول لها انه عاوز يبقى اقوى وده عشان يحمي الناس اللي بيخاف عليهم، فالملكة بتقول له تمام، وبتعلي رتبته وبتخليه الصياد رقم 300 على العالم، وبكده يكون بقى عنده رتبة اعلى من قائد الحراس نفسه، فبيروح عليه وبيضرب ايده بالنار وبيقول له انه ما يقربش من تينا مرة تانية والا الضربة التانية هتكون في راسه، وبيخلص الموضوع على كده. وبعدها بنشوف بطلنا وهو بيتمشى وبيقول بطلنا ان عدى اسبوع على الموضوع دوت، وان تينا بيتم التحقيق معاها حاليا، وبيروح بطلنا المكتب ساكورا وبيقابل ايكو هناك واللي بتكون بقت كويسة، وبيقعد بعدها وتينا بتجيب له المية فبيشكرها على كده، ولكنه بينصدم بعدها وبيقول لها انت ازاي جيتي هنا، فبتقول له ساكورا انها عينتها معاهم وان الملكة عاقبتها بانها تكون صيادة وتساعد ابطالنا، وبطلنا بيقول ان كده الامور بقت فل قوي. وفي مكان تاني بنشوف واحد كده وهو بيتصدم لانه بيلاقي وحش من المستوى الرابع، ولكن الوحوش الصغيرة بتهجم على الشخص ده وبتقتله، وفي الوقت ده بنشوف ابطالنا اللي بيكونوا عملوا مدرسة للاطفال الملعونين اللي عند الجد عشان يساعدوهم في تعليمهم، ولكن وقتها الملكة بتيجي ليهم وبتعرف بطلنا واللي معاه ان في مشكلة حصلت، وهي ان احد الجدران اللي بتمنع الوحوش من الدخول لمدينتهم اتعرضت لهجوم امبارح من وحش من المستوى الرابع واللي بيكون قوي جدا، وبتعرفهم ان الجدار دوت للاسف هيتفتت في خلال 3 ايام وهيفقد قوته بسبب هجوم الوحوش والضرر اللي سببوه ليه، وبتقول لهم انهم دلوقتي بيعملوا جدار جديد ولكن صنعه هيحتاج 9 ايام، وان الجدار القديم هيقع خلال 3 ايام بس، وساعتها الوحوش هتدخل المدينة وهتموت كل اللي فيها، وان عدد الوحوش 2000 وحش ده غير الوحش اللي من المستوى الرابع، فبينصدم بطلنا من العدد وبيقول ان كده كلهم هيموتوا، وبيقول لها احنا نقدر نساعدك بايه، فبتعرفوا انها عاوزاه يشكل فريق من الصيادين لانهم هيحاربوا الوحوش وهيمنعوهم من دخول المدينة لحد ما يخلصوا صنع الجدار الجديد، وانها عاوزاه يكون القائد لفريق الصيادين ويشارك في المعركة ديت، وانهم لازم يخلصوا على اي وحش بيقرب من المدينة بتاعتهم حتى لو الوحش دوت من المستوى الرابع، وانها بتعتمد عليه في كده، فبيقول لها بطلنا تمام، وبعدها بيروح بطلنا وبياكل مع تينا وايكو، في الليل مش بيكون عارف ينام من التفكير، فتينا بتسأله عن اللي شاغل باله ومش بتكون عارفة تنام برضه، فبيبدأ بطلنا يحكي لها على اللي حصل وان الجدار هيتدمر والوحوش هتهاجم المدينة بتاعتهم وانهم لازم يتصرفوا، فبتقول له تينا انه ما يتعبش نفسه قوي وانها تقتل معاه، وبتقول له انه انقذ حياتها وانه بقى معيشها حياة ما كانتش تفكر انها تعيشها حتى، فبيشكرها بطلنا على كده وبيكون ارتاح من كلامها حبة، وبيناموا بعدها وفي تاني يوم بيكون بطلنا مع تينا وبيكونوا متوجهين لمكان كده، فبتسأله تينا احنا رايحين لفين، فبيقول لها بطلنا انهم لازم يجمعوا فريق عشان يقتلوا جيش الوحوش، فبتقول له طب اخدتني معاك انا ليه بدل ايكو، فبيقول لها انه عاوز يوريها المدينة، فبتفرح تينا جدا بكده، وفعلا بيبداوا يتسلوا سوا وبيلعبوا وبيتمشوا في المدينة براحتهم، ولكن بعدها بتسمع تينا صوت حد بيغني واللي بتكون فتاة ملعونة، وبطلنا بيسألها عن السبب اللي مخليها مخبية عيونها، فبتوري له عيونها واللي بتكون متصابة جامد، وبطلنا بيكون مصدوم من شكلهم، والبنت بتقول ان امها كانت بتكره عيونها الحمراء فهي اللي خلتهم بالشكل المرعب دوت، والبنت بتكون بتعاني عشان تجمع فلوس، ولكن
الناس بيكونوا بيسخروا منها وهي لانها مش شايفه حاجه بتفكرهم بيدوها فلوس وبتشكرهم. فبطلنا بيتضايق جدا عشان هو بيديلها فلوس كتير وبيقول لها ما ترجعش هنا تاني، وبتساله عن السبب ولكنه بيقول لها ان السبب مش مهم. وبعدها بيمشي هو وتينا، ولكن وقتها بتلاقي البنت فيه اصوات عاليه، وبنعرف ان الناس عاوزين الاطفال الملعونين يمشوا من المدينه، وعشان كده بطلنا قال لها ما ترجعش لهنا تاني. وفي الوقت ده بيكون بطلنا وتينا وصلوا المكان كده، وبتطلع ليهم بنت وبتكون عارفه بطلنا، وبيقول لها بطلنا انه عاوز يكلم شريكها، وفعلا بتدخلهم. والشريكها ده حرفيا بيخمن اللي بطلنا عاوزه بالظبط، وانه عاوز مساعدته لان الجدار هيتدمر. فبطلنا بيقول له عاش عليك يا اسطى، فبيقول له الشخص ده امتى الجدار هيتدمر، فبيعرفوا ان ده ممكن يحصل خلال 3 أو 4 ايام، وان عدد الوحوش 2000 وحش. فشركه الشخص ده بتنصدم وبتقول له 4 ايام هنعمل فيهم ايه؟ فشريكها بيقول لها يا شيخه تنيلي، ده بيقول لك 2000 وحش، وبيقول ده احنا لو معانا سنه مش 4 ايام مش هنقدر نعمل حاجه ضد 2000 وحش. فبيقول له بطلنا انهم لازم يحاولوا لان المدينه هتتدمر لو ما حاولوش. فبيقول له طب هتدونا ايه في المقابل؟ فبيقول له ان الملكه هتعلي رتبتهم وهتديهم فلوس كتيره جدا. فبيقول له ايه فايده الفلوس يا اسطى لو انا ميت؟ فبيقول له بطلنا انه كده كده هيموت لو ما قتلش، وبيقول له ما تقتل معايا جدعانه كده يا اخي. فبيضحك الشخص وشريكته، ولكنهم بيلاقوا ان بطلنا بيتكلم بجد. فبيقول له الشخص ده انه مش هيقاتل عشان شخص اضعف منه، وبيتحدى بطلنا في قتال هو وتينا، ولو فازوا عليه هو وشريكته هينضموا ليهم. وفعلا بيكون القتال هيبدا، وبتنطلق تينا هي وشريكه الواد ورينتارو بيهجم على الشخص ولكنه بيصدمه لانه بيستخدم منشار من الماده المضاده للوحوش في ايده. هو بيبدا في الهجوم على بطلنا، ولكن بطلنا بيجي مديله رجل بيوقعه، وبيجي مديله كمان ضربه بيرشقه في الارض، وكده بيكون فاز عليه. والواد واللي اسمه لويد بيدي لبطلنا نضارته عشان يشوف الخيوط اللي محاوطه تينا، وبيقول له ان المعركه خلصت لان الخيوط ديت حاده جدا. بس تينا بتقدر تقلب المعركه في ثانيه، وبتبهدل شريكه لويد، وبتكون كانت شايفه الخيوط بتاعت شريكته من زمن، وشريكه لويد بتزعل لانها خسرت، ولكن تينا بتقول لها انها قويه وانها كانت ممكن تغلبها لو ما كانتش تينا ترتيبها ال 97. فبتنصدم شريكه لويد وبتقول لتينا انها جامده جدا. وبطلنا بيقول لويد كده تنضم لينا، فبيقول لويد انه مش محتاج يسال، وبكده يكون لويد اول واحد ينضم لفريق بطلنا هو وشريكته. وبعدها بنشوف بطلنا وتينا واللي بيروحوا عند الباحثه، واللي بتقول لبطلنا ان في شخص كان بيسال عليه، وبتقول ان اسم الشخص هو شوما. فبيتفاجئ بطلنا، وتينا بتسال عن الشخصات، فبيعرفها بطلنا انه كان مدربه زمان وانه شخص قوي جدا، ولكنه اختفى من مده من غير ما يعرف حد حاجه عنه. فتينا بتقول له فل قوي، وبعدها بتنام عند الباحثه حبه، والباحثه بتقول لبطلنا انها طفله كويسه. فبطلنا بيقول لها حصل، ولكن الباحثه بتقول له ما يتعلقش قوي بيها، وانهم اطفال ملعونين في الاول والاخر، وانه عارف مصيرهم المحتوم. فبيتعصب بطلنا منها وبيقول لها ان ده مش هيحصل، وان ايكو وتينا بشر زيهم. فبتقول له انه حتى لو بينكر كده فدوت ما يغيرش الحقيقه. فبطلنا بيقول لها انه يقتل كل الوحوش في العالم وهيخلي البشر والاطفال الملعونين يعيشوا مع بعض من جديد. فبتضحك الباحثه وقتها وبتقول له انه مختلف عن الباقي فعلا، وبعدها بتقول له انها عاوزه توري له حاجه، وبتوري له معلومات عن الحرب اللي حصلت من 10 سنين بين البشر والوحوش، وبتقول له ان في ملفات كتيره مختفيه من الحرب ديت، وكأن في حد بيحاول يخبيها. ولكن وقتها بيجي لبطلنا اتصال، واللي بتكون ساكورا، وبتقول له انت ما شفتش الاخبار ولا ايه؟ وبنعرف ان في صحفيين وصلوا للجدار اللي هينهار، واللي بيكون بدأ يتحول للون الابيض ويفقد قوته، وبيكونوا بينقلوا الاخبار ديت لسكان مدينه طوكيو. والملكه بتعرف الناس ان الجدار هيقع فعلا كمان ايام معدوده، ولكنهم بيعملوا جدار تاني حاليا، وهيقتلوا اي وحش هيقرب من المدينه لحد ما يخلصوا الجدار الجديد. وبطلنا بيكون بيشوف الاخبار ديت هو ولويد بيقولوا ان كده الموضوع بقى معروف للناس، وانهم اكيد هيعملوا فوضى كبيره جدا قريب. فبطلنا بيقول له حصل، وبيقول له ان الملكه هي اللي هتتحمل كل ده لوحدها. وفي الوقت ده ايكو بتنادي على بطلنا، وبتكون خلصت في بناء الخيمه بتاعتهم. وبنعرف بقى ان الصيادين بداوا يخيموا بجانب الجدار اللي هيتهدى عشان يقتلوا الوحوش. وبطلنا بقى بيستغل الفرصه، وبيروح هو وايكو عشان يضموا صيادين اقوياء لفريقهم. وايكو بتقول له ايه رايك في الواد يا اسطى؟ فبيقول لها بطلنا انه لابس دروع كتيره جدا، معناه انه مش محارب قوي، لانه المفروض يلبس حاجه خفيفه وتكون قويه بحيث ان حركته تكون سريعه في ارض المعركه. فبتقول له ايكو تمام. وبعدها بقى بنشوفهم وهم قاعدين، وبيكونوا مش عارفين يضموا حد ليهم، ولكنهم وقتها بيلاقوا تجمع للناس كده. ولما بيروحوا بيتصدموا لانهم بيلاقوا صياد مقتول بطريقه وحشيه، ولكنهم ما بيكونوش عارفين مين اللي عمل كده. بس بعدها بيلاقوا ان في صيادين بيقولوا ان في قتال. فبتقول ايكو لبطلنا انهم يروحوا يشوفوا ايه اللي بيحصل. فبطلنا بيقول لها تمام. ولما بيروحوا بيلاقوا اتنين هيواجهوا بعض، ولكن بطلنا بيتصدم، وده لان معلمه بيكون واحد من الاتنين والشخص اللي ضد شوما بيكون معاه سلاح، ولكن معلم بطلنا مش بيهمه وبيبدا القتال بينهم. وشوما بينفخ شريكه الواد في ثواني حرفيا، وشريكه شوما بتخرج سلاح الضخم ده ولا كانه حته جبنه يا اخي. وبيكونوا فازوا بالقتال، وبطلنا بعدها بيسلم على شوما معلمه اللي بيقول له انه ما شافوش من زمن. وبعدها بطلنا بيسال شوما ليه اختفى مره واحده وما عرفش حد حاجه عن مكانه. فبيقول له شوما ان موضوع طويل، ولكنه
لانه بيقول له انه رجع اول ما عرف اللي حصل وانه عاوز ينضم لفريق بطنة. فبطنة بيقول له تمام التمام، وبعدها بيتجمع الفريق سوا وبتعرف شريكة شوما عن نفسها. ولويد بيقول ان كده فريقهم بقى كامل، ولكن بطنة بيقول انه لسه عاوز يضم 2 بشركائهم، وده عشان الفريق يكون كامل بجد. ولكن وقتها ساكورا بتظهر وبتقاطع كلام بطنة وبتقول له انها عاوزة تنضم ليهم، وان شركتها هي تينا، وانها سجلت تينا كشركتها بمساعدة من الملكة. ولكن ساكورا بتلاحظ وجود شوما وبتسلم عليه، بس بطنة بيقول لها تعالي معايا، ده مش وقت تعارف وبيكلمها وبيقول لها انها مصابة في الكلى واكيد مش هتعرف تقاتل عشان صحتها. ولكن ساكورا بتقول له انها تمام، وبطنة مش بيكون عاوزة تنضم ليه. ولكن تينا بتقول له ان لو رفض ساكورا فهي مش هتشارك معاه لانها شركتها. فبطنة بيتجبر وقتها انه يوافق. ولكن وقتها واحد بيجي لهم وبيعرفهم ان القائد جادو عاوز كل الصيادين، وبنشوف القائد فعلا واللي بيكلم الصيادين وبيديلهم خطاب عشان يحمسهم. وبطنة بيكون عارف القائد وبيقول انه رتبته ال 275 على الصيادين. والقائد بيقول للصيادين انهم لازم يقتلوا الوحوش هنا، وانهم لو فشلوا في كده الوحوش هتقتل قرايبهم والناس اللي هم بيحبوهم. فالصيادين بيتحمسوا وقتها وبيقول لهم القائد ان الوحوش موجوده بره الجدران دلوقتي باعداد كبيره جدا، وانهم لما يبداوا في الهجوم هيتدخل الجيش ويحاربهم، ولكن لو فشل الجيش في ايقاف الوحوش وقتها هيجي دور الصيادين. فلويد بيقول ان كده هم هيكون الخط الاخير في الدفاع ضد الوحوش. وبعد الاجتماع بنشوف بطنة وساكورا. فبطنة بيقول لها انت بجد عاوزه تقاتلي معانا؟ فبتقول له انت هتفضل تسال لحد امتى؟ فبيقول لها انه بس خايف عليها، وان لو حصل لها حاجه مش هيقدر يسامح نفسه. فبتقول له ساكورا ان دوت نفس شعورها، وانها مش عاوزه تكون قاعده في بيتها في سلام وهو بيقاتل وممكن يحصل له حاجه. وبتقول له انه لو شايفها ممكن تضعف الفريق ممكن يعرفها وساعتها هي هتمشي. ولكن بطنة بيقول لها انها هتفيدهم فعلا وانه هيحميها ومش هيخلي حاجه تحصل ليها. وبطنة بيعرف الفريق بعدها ان ساكورا خلاص بقت واحده من الفريق، والكل بيرحب بيها معاهم، وبكده يكون فاضل واحد وشريكته عشان فريق بطنة يكون كامل. وبعدها بنشوف بطنة وساكورا عند الاطفال الملعونين وبيدوا لهم حبه اوراق كده، وبيقولوا للاطفال انهم يكتبوا احلامهم في الورق وفعلا بيبدا الاطفال الملعونين في كتابه احلامهم. وحتى ايكو وتينا بيكتبوا احلامهم في الورقه، وما شاء الله الاتنين عاوزين يتجوزوا بطنة لما يكبروا. وبطنة بعدها بيقولوا للاطفال الملعونين انهم هيعملوا رحله حول المدينه، والاطفال بيفرحوا بكده. وفعلا بنشوفهم في المدينه وبيكونوا مبسوطين على الاخر. وبطنة بياخدهم لمكان كده وبيكون في تمثال كبير، وبيقول لهم ان التمثال اسمه شعلة الحريه، وبيعرفهم ان كان في حرب حصلت ضد الوحوش والكلام من 10 سنين فاتوا، وان البشر فازوا بالمعركه فالمكان ده اتعمل عشان يثبت ان البشر قدروا يغلبوا الوحوش في المعركه اللي حصلت. فالاطفال بيخافوا وبيقولوا انهم ممكن يخسروا في المعركه فبطنة بيطمنهم وبيقول لهم ان حتى لو الجدار اتدمر فهم هيحموهم من الوحوش، وان هو وساكورا هيشاركوا في المعركه فالاطفال بيطمنوا من كلام بطنة وقتها، وبيتجمعوا كلهم وبيشكروه على حمايتهم وعلى كل اللي بيقدموا ليهم، وبيوقعوا بطنة وبيقعدوا يضحكوا بعدها. وبطنة بيكون مبسوط جدا بكده. وفي المخيمات بالليل بيكون بطنة هينام، ولكن ساكورا بتجيله وقتها وبتقوله انها عاوزه توريله حاجه، وبتوديه عند الجدار اللي بيكون اتاكل بشكل فظيع، وبتقوله انها لاحظت ان في مشكله في الجدار مش موجوده في باقي الجدران. فبطنة بيقول لها ان الوحش هجم على الجدار وساب الجدران التانيه، وان اكيد في سبب لكده. فبتعرفه ان الجدار اتركب بطريقه غلط، وان الجدران المفروض بتبقى قطع صغيره وبتتركب مع بعض، بس الجدار فيه فراغات بين القطع بتاعته، وعشان كده الوحش هجم عليه بالذات. وبتقول له بعدها انها تبقى تعمل بحث عن اللي بنى الجدار فبيقول لها بطنة تمام. وبعدها بتقعد هي وبطنة شويه، وساكورا بتقول له انها مبسوطه وهي معاهم، وانها حاسه انهم عيلتها بجد، ولكنها بتعيط وبتقول انها خايفه لان ممكن حد فيهم يتاذى. فبيطمنها بطنة وبيقول لها انه هيحميها ويحمي الباقي. وبعدها بنشوف بطنة واللي بيكون بيتمشى في المدينه واللي بيكون الخراب في كل حته فيها، وده لان الناس خايفين على حياتهم من الوحوش وبداوا يهربوا من المدينه. ولكن بطنة وقتها بيتصدم لانه بيلاقي البنت العاميه والناس بيكونوا متعصبين منها وعاوزين يضربوها. فبطنة بيتدخل بسرعه وبيحميها، والناس لما بيعرفوا انه صياد بيهربوا من المكان. فبتشكر البنت رينتارو على انقاذها مره تانية، وبطنة بيقول لها ولا يهمك، وبيروح بعدها للمخيمات. وهناك بيقابل ساكورا والباقي واللي بيكونوا راحوا لتدريس الاطفال الملعونين كالعاده. ولكن ساكورا بتكون متضايقه لان الاطفال الملعونين كانوا عاوزين بطنة اللي يجي يدرسهم مش ساكورا. فبطنة بيقول لها ما تزعليش نفسك يا ستي. ولكن وقتها لويد بيقول لساكورا ان الطرد وصل ليها، وساكورا بتقول لبطنة ان البحث اللي عملته عن اللي بنى الجدار اللي هيتهد حاليا. ولكن اول ما بتقرا اللي مكتوب بترمي الورق في النار ومش بتقول لحد عن اللي مكتوب في الورق ولكن بطنة بيلحق الورق وبيلاقي ان اللي بنى الجدار شخص من عيله تندو، والعيله هي عيله ساكورا، ولكن اغلبهم فاسدين عشان كده ساكورا بتكرههم. وبتكون ساكورا عاوزه تنتقم من عيلتها في يوم لان شخص فيهم هو السبب في هجوم الوحوش على اهلها. وفي تاني يوم بيكون بطنة وايكو هيروحوا عشان يدرسوا الاطفال الملعونين بدل ساكورا، وايكو بتكون متحمسه جدا وبتكون جايبه حبه العاب للاطفال الملعونين. ولكن لما بيوصلوا لمكان الاطفال بيلاقوا ان في اشخاص
اشخاص من الشرطه محاوطين المكان، وايكو مش بتكون عارفه ليه في شرطه في المكان، ولكن بطلنا بيكون مصدوم. هو بيجري بسرعه على المكان والشرطه بتوقفه، ولكنه بيتصدم اكتر لانه بيلاقي الدم مغرق المكان كله ومفيش اي اثر للاطفال، وبيعرف ان في قنبله اتفجرت في المكان. والمصيبه ان الاطفال كانوا موجودين وقتها وبيكونوا كلهم ماتوا حرفيا، وبطلنا بيكون شايف كده وبيكون منهار على الاخر وبيكون كاره العالم باللي فيه وبيلوم نفسه لانه ما كانش موجود ساعتها. وايكو بتيجي وقتها وبتسال رينتارو عن اللي حصل، ولكن بطلنا مش بيكون عارف يقول لها ايه، وبتقول له ايكو انها عاوزه تشوف الاطفال الملعونين وانها وعدتهم انها تجيب لهم العاب معاها. فبطلنا بيمنعها من انها تروح ليهم، ولكن ايكو بتفعل قوتها وبتجري بسرعه على مكانهم، وبتنصدم حرفيا لما بتعرف اللي حصل ليهم وبتبدا انها تعيط. وبطلنا ما بيكونش عارف ان هو يعمل حاجه ليها، وبيقعد بعدها وبيشوف امنيات الاطفال واللي للاسف مفيش اي حاجه فيهم هتتحقق. وساكورا بتتصل عليه وقتها وبتقول له انها عرفت تينا اللي حصل وانها بدات تهدى وتتقبل الموضوع، ولكن بطلنا بيقول لها ان القنبله ديت كان فيها اجزاء من الماده المضاده للوحوش، وده عشان يقتلوا الاطفال الملعونين ويسببوا ليهم اكبر كم من الضرر. وبيقول لها اللي احنا بنحميهم دولت مجرد وحوش لا اكتر. فساكورا بتقول له غلط، وبتقول له انهم لو انقذوا المدينه دلوقتي ممكن يلاقوا ناس بيحبوا الاطفال الملعونين، وان اكيد الناس دولت هيكتروا مع الوقت ومش هيبقى في حد بيكره الاطفال الملعونين بعدها، وانهم بيقتلوا وبيحموا الناس على امل انهم يتغيروا في يوم من الايام، ولكن عشان يقدروا يغيروهم لازم يحموهم الاول. فبطلنا بيقول لها تمام وبيشكرها، وبيقول لها انه يروح ليكو دلوقتي، ولكن وقتها بيسمع صوت قوي جدا من عند ساكورا، وبنلاقي ان الجدار بيتفجر وبيبدا انه يقع. وبطلنا بيقول ان كده الجدار انهار قبل ميعاده، وبيقول لساكورا انه هيجيب ايكو ويجيلها، وفعلا بيروح ليكو اللي بتكون منهاره، ولكنه بيعرفها ان الجدار اتدمر وانهم لازم يحموا البشر والاطفال الملعونين من الوحوش. فايكو وقتها بتفوق حبه وبتقول له يلا بينا يا اسطى. وبعدها بنشوف بطلنا وفريقه اللي بيكونوا بيشوفوا المعركه بين الجيش والوحوش، ولكن بيلاقي دبابه بتتحدف عليهم والجيش بيخسر قدام الوحوش، وقائد الصيادين بيقول لهم يجهزوا للهجوم، ولكن فريق بطلنا بيلاحظ ان في وحوش بتطير وبتعدي من فوق الصيادين وما بيكونش في حد اخد باله منهم. فبيقول لويد ان الوحوش ديت لو هجمت عليهم من الظهر فالمعركه هتخلص من قبل ما تبدا. فبطلنا بياخد فريقه وبينطلقوا على الوحوش ديت، ولكن دوت يعتبر مخالفه لاوامر قائد الصيادين لانهم سابوا الموقع بتاعهم في المعركه، ولكن فريق بطلنا بيكونوا نازلين طحن في الوحوش وبيقدروا يخلصوا عليهم فعلا بعد قتال طويل. وساعتها بطلنا بيقول لهم انهم لازم يرجعوا، بس لما بيرجعوا بيلاقوا ان الوحوش نازله طحن في الصيادين، وواضح ان الوحوش هتكسب في المعركه ديت. ولما بطلنا بيسال ابن القائد عن اللي حصل بيقول له ان الوحوش معاهم سهم الضوء، وبيقول له انهم ما عندهمش فرصه قدامهم، وبيقعد يضحك بعدها، ولكن ساعتها الوحوش بتهجم عليه وبطلنا ما بيقدرش ينقذه. وقتها بيلاقي بطلنا اسهم كتير في السماء، وبتكون ديت هي اسهم الضوء واللي بتكون قويه جدا وبتقتل عدد كبير جدا من الصيادين في ثواني. بس الصدمه ان الوحوش بتتراجع وقتها من غير سبب، وبطلنا بيقول انهم خسروا صيادين ياما في المعركه ديت، ولويد بيقول ان كمان المعركه ما خلصتش. فبطلنا بيقول له حصل، وبيروح يشوف المصابين وقتها واللي بيكونوا كتار جدا، ويكو بتكون بتنقل المصابين وبتكون فرحانه لانها كده بتساعدهم. ووقتها بتظهر الباحثه وبطلنا بيقول لها انت بتعملي ايه هنا؟ فبتقول له ان تم استدعائها وده عشان تساعدهم في علاج المصابين، وبتقول له انه مش لازم يكون هنا وانه لازم يرتاح هو وفريقه للمعركه الجايه. وفعلا بنشوف رينتارو وباقي الفريق واللي بيروحوا القصر كده عشان يقعدوا فيه، وبيتجمع الفريق بعدها على الاكل وبيتكلموا عن اللي حصل في المعركه وعن سهم الضوء. فتينا بتقول ان باستخدام الكرات بتاعتها قدرت تعرف كام معلومه عنه، وبتقول ان سهم الضوء دوت مش سلاح وان في وحش بيقدر يضرب السهم دوت، وان السهم دوت فيه ماده الزئبق. فبيقول لها بطلنا معاكي شكل للوحش دوت ولا لا؟ فبتقول له تينا انها معهاش شكله، ولكنه كان وحش عملاق برضه وانه ممكن يكون من المستوى الرابع. بس وقتها بيجي شخص ليهم وبيقول لبطلنا ان القائد جادو عاوزه، وفعلا رينتارو بيروح على هناك وبيقابل القائد واللي بيكون اتصاب في رجله بسبب معركته مع الوحش اللي من المستوى الرابع. والقائد بيسأل بطلنا عن ابنه، فبطلنا بيفتكر اللي حصل ليه وبيقول للقائد انه حارب بشجاعه. فبيفهم القائد ان ابنه مات، ولكن بطلنا بيقول لجادو ان وحش المستوى الرابع بيسيطر على الوحوش الصغيره. فبيقول له القائد ازاي؟ فبيعرفوا بطلنا ان ده بيحصل عن طريق الفيرمونات، والفيرمونات ديت عزيز المتابع هي ماده بتطلقها الوحوش عشان يتواصلوا مع بعض. وبيقول بطلنا ان الوحش من المستوى الرابع لما اتصابت لمت الوحوش حواليه وحاولوا يحموه. فالقائد بيقول ان الوحش ما كانش محتاج حمايه ودوت لانه خالد من الاساس. وبيقول القائد انه اخترق راس الوحش اللي من المستوى الرابع بسيفه، ولكنه بدا يتعالج من تاني. وبيقول لبطلنا ان كمان طول ما سهم الضوء دوت موجود مش هيقدروا يغلبوا الوحوش. وبيقول ان عنده خطه لازمته، وبيقول لبطلنا انه وفريقه سابوا موقعهم في ارض المعركه. فبطلنا بيقول له انهم عملوا كده عشان يقضوا على الوحوش اللي كانت وراهم، ولكن جادو بيقول له ان هو والفريق بتاعه هيتحاسبوا على كده. فبطلنا بيقول له ان دوت مش عدل. فبتيجي شريكه جادو ضرباه وموقعاه على الارض، وبيقول له جادو انه لازم يدفع ثمن غلطته هو وفريقه، وبيقول له انه لازم يتسلل وسط جيش الوحوش ويقتل سهم الضوء. فبطلنا بيقول له ايوه بقى اظهر على حقيقتك. وبيقول
وبيقول له انت عاوز تضحي بينا وانت تفضل في امان، ولكن القائد بيقول لبطنة انه ما قدموش اختيار تاني. وفعلا بطنة بيقبل المهمة عشان خايف على فريقه، وساكورا بتشوفه وهو بيتسلل وبتقول له انه مش لازم يتعاقب لوحده، ولكن بطنة بيقول لها ان هو قائدهم. وساكورا بتقول له انهم ممكن يهربوا، بس بطنة بيقول لها انهم لو هربوا الكل هنا وفي المدينة هيموت. وبيودع ساكورا بعدها وبيمشي، ولكن في الطريق الوحوش بتهجم عليه وبطنة بيبدأ يراوغهم ويقاتل فيهم، بس واحد فيهم بيعرف يسيب بطنة ويوقعه في النهر. وبطنة بيلحق نفسه بس الوحوش بتكون مستنياه، ولكن ساعتها الوحوش بتحس بخطر وبطنة بيستغرب ودوت لان الوحوش بتتقطع حرفيا، وزعيم الوحوش بيكون مات برضه. وبطنة بيكون مستغرب من مين اللي عمل كده، والصدمة ان اللي عمل كده بيكون المقنع وشريكته. وبطنة بيكون مصدوم انه لسه حي، والمقنع بيقول له يا مرحب بالحبايب، وبعدها بنشوفهم سوا. وبيكون المقنع عالج جروح بطنة، ولكن بطنة ما بيكونش مطمن ليه، والمقنع بيقول له يا عم احنا انقذنا حياتك من شوية، وبيسأل بطنة بيعمل ايه هنا، فبيعرفه انه لازم يقتل وحش اسمه سهم الضوء. فالمقنع بيقول له انه شاف الوحش في المعركة اللي فاتت، وبيقول المقنع لبطنة انه مش فاهمه وانه ليه بيساعد البشر الضعيفين دول بالرغم من انه ممكن يحولهم لتراب في ثواني، وبيقول له انهم متعدل على جسمهم واقوياء جدا. وبيطلب من بطنة ينضم ليه، بس بطنة بيقول له انه مش هيستخدم قوته في الشر ابدا. فالمقنع بيقول له انه غبي فعلا. وفي تاني يوم بيصحى بطنة ومش بيلاقي المقنع وشريكته، ولما بيقوم عشان يكمل مهمته بيلاقي انهم مستنيينه. والمقنع بيقول له انه عارف مكان سهم الضوء اللي بطنة بيدور عليه، فبطنة بيقول له هو فين، فبيقول له انه في اعلى النهر. وبيكون المقنع قرر انه يساعد بطنة، وفعلا بطنة بيخليهم ينضموا ليه لانه هيحتاج مساعدتهم. وبعدها بنشوفهم هما بيوصلوا لمكان الوحوش، والمقنع بيقول لبطنة انهم بيستريحوا دلوقتي وانه يقدر يغلب الوحش اللي اسمه سهم الضوء، ولكن بطنة بيقول له انه كان المفروض يفجره، ولكن الشنطة اللي فيها القنابل وقعت في النهر لما الوحوش هجمت عليه. فالمقنع بيقول له كده لازم تغلبه بقوتك الخاصة، فبطنة بيقول له حصل، وبيقرر المقنع انه يساعده. وبينطلقوا هما الاتنين على سهم الضوء وبيضربوه بكامل قوتهم، وبيقدروا يخترقوا جسمه فعلا وبيخلصوا عليه. ولكن وقتها الوحوش بتفوق وبيبداوا يتحركوا، والمقنع وبطنة بيحاولوا يهربوا، ولكن بطنة بيكون مش عارف يهرب بسبب اصابته، والوحوش بتكون هتخلص عليه. بس شريكة المقنع بتنقذه وبيهربوا من الوحوش، بس المقنع بيقول ان الوحوش رايحين للجدار المتدمر. فبطنة بيجري بسرعة بيعرف الملكة انه قتل سهم الضوء وانهم يقدروا يستخدموا الطيارات دلوقتي. وفعلا بتعمل الملكة كده والطيارات بتهجم على الوحوش، وبيقدروا كمان انهم يستهدفوا وحش المستوى الرابع وبيقدروا يفجروا دماغه. ولكن بطنة بيكون عارف ان الوحش ده خالد، وفعلا الوحش بيبدأ يجدد نفسه وبينسحب من المعركة بعدها. وبطنة بيقابل ايكو بعدها وباقي الفريق، واللي بيكونوا فرحانين جدا انه رجع من تاني. وساكورا بتعرفه ان جادو مات في المعركة ديت، وبما ان بطنة تاني اعلى رتبة بعده فهو كده بقى قائد الصيادين الجديد. وبالليل بطنة بيلاقي ان المقنع جه وراه، ولكن الصيادين بيكونوا عاوزين يقتلوه، ولكن بطنة بيقول انه انقذه، وبيقول للصيادين انه بما انه قائدهم فالمقنع هينضم ليهم. والمقنع بيقول له عاش يا قائد. وبطنة بيسأل شوما عن شريكته وقتها، ولكن شوما بيكون باين عليه الزعل. وبنعرف ان شريكته اتصابت في المعركة وان معدل التآكل في جسمها عدى ال 50%. والمقنع بيقول له انه لازم يقتل البنت ديت لانه القائد ولازم يتحمل المتاعب ديت. وفعلا بطنة بيروح ليها عشان يخلصها من عذابها، ولكنها بتفوق وقتها وبتسأل بطنة عن حالتها، فبيقول لها بطنة انها تبقى كويسة قريب ومش بيرضى يعرفها الحقيقة. فبتقول انها حاسة انها تبقى كويسة فعلا، وبتقول لبطنة انها تعمل حاجة، فبطنة بيقول لها انها تاخد راحتها، ولكنها بتغيب جدا. ولما بيدوروا عليها مش بيلاقوها في القصر، وبيبداوا انهم يدوروا عليها في الغابة. وشوما بيكون واقف عند شجرة كده، فبطنة بيجري عليه ولكنه بيتصدم لما بيوصل، وده لان شريكة شوما بتكون قتلت نفسها. وشوما بيقول انها ما كانتش عاوزة حد يتعب او يزعل عشانها. وبيكمل وبيقول انه كان وحيد من لما ساب المدينة ديت زمان، ولكنه لقى شريكته ديت واللي كانت معاه دايما وما خلتوش يحس بالوحدة. فبطنة بيتأسف ليه، ولكن شوما بيتعصب منه وبيقول له ان الوحوش هم اللي قتلوا شريكته، وانه لو زعلان قوي عليها لازم يقتل بكل قوته عشان تضحيتها ديت. فبطنة بيقرر انه هينتقم ليها، وبيروح بعدها للصيادين وبيقول لهم ان القائد من دلوقتي، ولكنهم بيعترضوا على كده ومش بيكونوا عاوزين يقتلوا تاني. فبطنة بينزل وبيهجم على واحد فيهم، فصياد تاني بيقول لشريكته تهاجم على بطنة وبتعمل كده فعلا، ولكن المقنع بيحمي بطنة وبطنة بيشكره على كده. وبيقول بعدها ان اي حد هيحاول يهرب هو اللي هيوقفه بنفسه. ساكورا بتقول لبطنة بعدها انه اتغير، فبطنة بيقول لها ان كل الصيادين خايفين من الوحوش بعد اللي حصل، وانهم كده مش هيقدروا يقتلوا الوحوش، فكان لازم يكون هو سبب خوفهم بدل الوحوش عشان يقتلوا بكل قوتهم. ولكن وقتها بتوصل طيارات كده، وبنعرف ان فرايا هي اللي جابت الطيارات ديت. ورينتارو بيقول انه طلب مساعدتها وانها الوحيده اللي تقدر تديلهم اسلحه قويه، وده عشان يقتلوا الوحش اللي من المستوى الرابع. وبتقول فرايا انها فعلا لقت الحل لقتل الوحش دوت، واللي بيكون قنبله قويه جدا، ولكنها بتقول لبطنة ان القنبله ديت لو اتحدفت على الوحش من بره هيتعالج عادي. فبيقول لها بطنة طب الحل ايه، فبتعرفوا انهم لازم يخترقوا جسم الوحش دوت. فبيقول لها بطنة انت
قصدك اننا نخترق جسم الوحش وبعدها نحط القنبله جواه قبل ما يعالج نفسه؟ فبتقول له بالظبط كده، وان هو اللي هيخترق جسم الوحش دوت. فبطلنا بيقول لها تمام التمام، وبتقول فرايا انهم لازم يعملوا مخيم عشان يبقى عندهم خطه متقنه ضد الوحش. فبطلنا بيقرر مكان المخيم واللي بيكون عند تمثال نيران الثوره، مكان اول معركه حصلت بين الوحوش والبشر، وبيروحوا على هناك فعلا، وبيكونوا مجهزين كشافات اضاءه عشان يكشفوا مكان الوحوش بسرعه، وده لانهم هيقتلوا الوحوش بالليل، وبيكونوا بس مستنيين مولدات الطاقه واللي هتجيلهم قريب، وبيجي الليل فعلا ولكن مولدات الطاقه لسه ما وصلتش. ووقتها فريق بطلنا بيقول ان كل واحد من الصيادين بقى في موقعه، وانهم دلوقتي مستنيين وصول المولدات وبس. وبطلنا بيقول انهم هيغلبوا الوحوش ديت مره وللابد. ولكن وقتها بنشوف قائد حراس الملكه واتنين من معاه وهما بيحدفوا المولدات في الميه، وبيقول انه كده يخلص من بطلنا للابد. يا ابني ما انت كمان هتموت معاه، بل العالم كله هيموت بسببك يا حته غبي. ولكن وقتها بطلنا واللي معاه بيعرفوا ان في حاجه حصلت والمولدات مش هتوصل ليهم، وبيكونوا الوحوش هيوصلوا خلاص، ورينتارو ما بيكونش عارف يعمل ايه. بس وقتها ايكو بتلاحظ حاجه، وبنلاقي ان في اضواء في السماء واللي حرفيا بينوروا المكان كامل. والملكه بتتصل ببطلنا وقتها وبتعرفوا ان الاضواء ديت الناس هم اللي طيروها، وان الكل بيعتمد عليهم في المعركه ديت. فبطلنا بيقول لها ما تخافش، وبيقول ليكو انهم لازم ينقذوا العالم. ولكن تينا وقتها بتقول ان وحش المستوى الرابع وصل، فبيأمر بطلنا الصيادين ببدء الهجوم، وفعلا بتبدا المعركه وبيبدا الصيادين في الهجوم على الوحوش. وبعدها بطلنا بيأمر فريقه انهم يتقدموا وبيبداوا في قتل الوحوش اللي بتواجههم، وبيكون هدفهم انهم يوصلوا للوحش الكبير عشان يفجروه، وكل واحد فيهم بيساعد بطلنا بكامل قوته. ده حتى المقنع بيكون مبدع في قتل الوحوش، وبطلنا وايكو بيكملوا لحد ما بيوصلوا للوحش فعلا، وبيبداوا في الهجوم عليه هما الاتنين. وبطلنا بيحاول يخترق الوحش اللي بيهجم عليه، ولكن بطلنا بيستخدم كامل قوته وبيقدر يخترقه فعلا، وبيسيب القنبله جواه، وبيقول للكل ان القنبله هتتفجر خلال دقيقه وانهم يتراجعوا خلاص. وفعلا دوت اللي بيحصل، ولكن الصدمه ان الدقيقه بتعدي والقنبله مش بتشتغل، والكل بينصدم وقتها من كده. ولكن بطلنا بيقول ان في حل واحد، وبيقول ليكو انها تخلي بالها من نفسها، وبيجي ضاربها عشان تفقد الوعي، وبينطلق بعدها على الوحش لوحده، وبيقول انه لو ضرب الوحش في مكان القنبله وقتها هتتفعل وهيقدر انه يفجره، وبيكون ناوي يفجر نفسه مع الوحش. ولكن الوحش بيهجم عليه، وبطلنا بيحاول يتفادى هجمته ولكنه بيتصف في رجله، والوحش بيكون هيخلص عليه. ولكن شوما بيجيله وبيحميه وبيقول له انه فاهم خطته، وبيقول لبطلنا انه هيفعل القنبله بنفسه. ولكن بطلنا بيقول له انه هيموت لو عمل كده، ولكن شوما بيقول له ان دوت الحل الوحيد، وبيجي منطلق بسرعه على الوحش وبيتفادى هجماته، وبيقدر يضربه ضربه قويه جدا فعلا، وبيفعل القنبله اللي بتعمل انفجار عملاق. وبعدها بيفوق بطلنا وبيشوف مكان الانفجار، ويكو بيتعرفوا انهم قدروا يخلصوا على الوحوش فعلا، ولكنهم خسروا شوما اللي ضحى بنفسه. وبطلنا بيكون متضايق جدا عشان معلمه، ولكن فريقه بيجي وقتها، وبنشوف وقتها الطيارات اللي بتكون معاها اجزاء الجدار الجديد، وبيبداوا فعلا في عمل الجدار الجديد، وبكده يكون البشر فازوا بتاني معركه ضد الوحوش. وبعدها بنشوف شخص غريب واللي بيروح يقابل بطلنا وساكورا، وساكورا بتديله حبه ورق كده، فبيتعصب الشخص ده وبيقول انه فكر انه حرق كل الورق دوت. ولكن ساكورا بتقول انها دورت حبه بس وعرفت المخطط ده كله، وبتقول انه هو اللي كان مشرف على بناء الجدار اللي وقع دوت، وانه استخدم مواد رخيصه في البناء وخلط الماده المضاده للوحوش بمواد تانية، عشان كده الجدار دوت كان ضعيف، وانه عمل كده عشان ياخد الفلوس اللي هيوفرها من البناء. وبتقول له انه يعتبر سبب في قتل الاف الاشخاص، فبيضحك الشخص ده وقتها وبيقول لها تعملي ايه يعني؟ فبتقول له انها بتتحداه في قتال، وفعلا بيوافق الشخص دوت، وبيكون القتال هيبدا بينهم فعلا. وبنعرف ان الشخص دوت من عيله تندو، وهي نفس عيله ساكورا. وساكورا بتقول انها اخيرا هتنتقم من الشخص اللي ساهم في قتل ابوها وامها، وبيبدا القتال بينهم فعلا. وساكورا بتستخدم تقنيه جديده خاصه بيها، وبتقدر انها تخلص القتال بسهوله بسبب التقنيه ديت. وبتقول للشخص دوت انه يعرفها ازاي عيله تندو قتلوا ابوها وامها، فبيعرفها ان عيلتها اللي هي عيله تندو كانت عيله مليانه بالحيل، وانهم قتلوا ناس كتير على مر الزمان، وده عشان يحافظوا على السلطه بتاعتهم، وان ابوها وامها كانوا عاوزين يفضحوا الالعاب بتاعت عيله تندو عشان كده تخلصوا منهم. فساكورا بتقول انها مش عاوزه تسمع حاجه تاني، وبتاخد بطلنا وبتطلع من المكان. وبطلنا بيقول لها انها عملت الصح لما ما قتلتهوش، ولكن ساكورا بتقول له انه ميت فعلا، وبتكون ضربته ضربه تانية خفيه واللي كانت السبب في موته. وبطلنا بينصدم من ساكورا، ولكنها بتقول له ان المفروض ينبسط، وده لانهم قتلوا حد من اللي كان السبب في قتل عيلتها. ولكن بطلنا بيكون متضايق وبيقول له ساكورا انها كانت المفروض ما تقتلوش، وانها كده صلحت الغلط بغلط تاني. فبتقول له ساكورا انه شكله نسى الانتقام بتاعهم، ولكنها مش هتنساه، وبتقول انها هتكمل في الانتقام من عيله تندو لوحدها وبتمشي بعدها. وبطلنا بيقول لتينا وايكو ان ساكورا ممكن تبقى عدوه ليهم قدام. وبعدها بنشوف الملكه اللي بتعمل قانون جديد بيخلي الاطفال الملعونين يتعايشوا مع البشر في سلام. وبنشوف ايكو وبطلنا عند الجد، وبيكونوا عملوا جنازه للاطفال اللي ماتوا، والمقنع وشريكته بيتجولوا بحريه في المدينه بعد ما بقت امنه من جديد. وتينا بتكون بقت عايشه مع الباحثه، والبشر بيكونوا رحبوا بالاطفال الملعونين بعد ما انقذوهم من غزو الوحوش للمره الثانيه. وبطلنا وايكو بيكونوا متجهين للملك
الملكة عشان تكافئهم على اللي هم عملوه. وإيكو بتدي ورقة كده لرينتارو واللي بيكون فيها حبة قواعد زي انه ما يواجهش وحش تاني لوحده، انهم لازم يفضلوا مع بعض دايما. وإيكو بتقول تمام، فبطلنا بيقول لها تمام. وإيكو بعدها بتفتكر كل اللي ماتوا في المعركة ديت وبتكون حزينة جدا عليهم، ولكن بطلنا وقتها بيعيط وبيحضن إيكو وبيقول لها انه مش عاوز يخسرها ابدا وانها تفضل جنبه على طول. فإيكو بتعيط هي كمان وبتقول له انها مش هتسيبه ابدا وانهم دايما هيكونوا مع بعض لانهم إيكو ورينتارو. وبس كده لحد هنا نكون خلصنا حكاية رينتارو. حكاية جميلة بصراحة، واستنونا في حكايات تانية قادمة بإذن الله. وقولوا لنا بقى ايه أكتر حاجة عجبتكم في الحكاية ديت، وعرفونا في التعليقات لقيت شخصية الأنمي في الفيديو ده ولا لأ. وبس كده، لايك تفعل اشتراك، ويلا سلام.